بتبدأ حكايتنا مع تنين أسطوري ضخم وهو متسلسل في كهف، وبنشوف محارب من جيش الأبطال الخارقين وهو بيقيد التنين وبيقتله. بيحس التنين بالخذلان والخيانة لأن طول حياته الطويلة دي عمره ما أذى البشر وكان دايما بيساعدهم، ولكن رغم كده التنين مش بيخاف من الموت وبيقول أخيرا هتخلص من حياتي البائسة دي وهتركض روحي في سلام بعد آلاف السنين. بيغمض التنين عينه معلنا وداعه للحياة، ولكن بيتجسد من جديد في عالم آخر على هيئة إنسان. بيفتح التنين عينيه فبيلاقي نفسه في جسم طفل لسه مولود وقدامه أبوه وأمه. أمه الفرحانة إن هي شافت ابنها عيونه بتفتح وقررت تسميه دولان. بتعدي الأيام والسنين وبيكبر دولان وبيعيش حياة ريفية هادئة وجميلة في وسط قرية بسيطة جدا، واللي بيكمل 15 سنة في هذه القرية بيعتبروه شخص بالغ وبيعيش بعيد عن أهله وبيشتغل شغل خاص بيه. وبما ان دولان عنده 16 سنة حاليا فهو ساب بيت اهله من سنة تقريبا وعايش لوحده في بيت في قريته فيرون، وبيشتغل في الزراعة زي بقية سكان القرية. وفي يوم بيخرج دولان يصطاد مع اخوه اللي بيقول لدولان انا سمعت انك عاوز تروح تستكشف المستنقع، ليه عاوز تقوم بالمهمة الخطيرة دي؟ بيقول له دولان ان السحالي اللي في المستنقع مختفية من فترة وده معناه ان في حاجة غريبة بتحصل هناك. بينصحه اخوه انه ما يفكرش ان هو يروح ينفذ اللي في باله، وبيقول له ان دي مهمة حراس القرية مش مهمتنا احنا، ولكن دولان بيصمم على قراره وبيقول ان الحرس مشغولين بحراسة القرية وبيطمن اخوه ان ما فيش حاجة هتأذيه. بيخلص دولان صيد وبياخد السمك اللي اصطاده وبيرجع للقرية، وهو راجع بيقابل ماليدا وألبرت حراس القرية واصدقاء دولان. بيندهشوا من كمية السمك اللي مصطادها لوحده. ماليدا مستغربة ان هو راح يصطاد بدل ما يستعد للتحقيق، فرد عليها وقال لها ان هو كان بيستعد طوال الايام اللي فاتت، وطمنها ان هو هيكون كويس وشكرها علشان هي ساعدته في إقناع رئيس القرية والشيوخ في إنه يتحمل هذه المسؤولية. ماليدا ردت عليه وقالت له أنت اللي دايما بتساعدنا في تدريباتنا أنا وألبرت. بيسيبهم دولان وبيرجع لبيته، وهو في البيت بتجيله صديقته إيري وبتفكره بميعاد درس السحر. بيروح دولان معاها وبيبدأ يتدرب على تعاويذه السحرية. بتلاحظ المعلمة إن التعاويذ بتاعت دولان قوية جدا، فبتقول له إن فنون السحر عندك اتطورت بشكل كبير أكبر مما كانت هي تتصور. حاليا أنت مفروض تركز على اتقان فنون السحر العلاجي وسحر الشفاء لان هو ده نوع السحر الوحيد اللي انت ضعيف فيه. بيشكرها دولان على كلامها وبيقول لها ان الفضل كله يرجع لتعليماتها، وبيقول لها الفتره الجايه هركز اكتر على استخدام سحر الشفاء. وبعد ما بيخلص دولان درس السحر بيقابل شيخ القريه اللي بيعرفه على بنت جميله اسمها كريستا، وبيقول له ان كريستا متخرجه من اكاديميه السحر اللي في المدينه، والاكاديميه بعتها علشان تكون من المسؤولين في حمايه القريه وان هي خلاص هتكون موجوده في القريه معاه. بيسلم عليها دولان وبيقول لها مرحبا بيكي في القريه، ومن اول ما بيسلم عليها بيحس ان هي محاربه قويه جدا وان هي مختلفه عن كل الفتيات اللي كان شافهم قبل كده. وفي نفس اليوم ده بيروح دولان يزور اهله وبيفرحوا جدا بزيارته، خصوصا اخوه الصغير. بتحضر له امه كل الطعام اللي بيحبه، واثناء ما بياكلوا بيتكلم مع والده في موضوع جوازه. الله على الابهات والمواضيع اللي بيفتحوها. وبيقول له انه لازم يبتدي يدور له على بنت جميله تكون بتعرف تطبخ ويتجوزها زي ما اخوه الكبير ديلان ما عمل بدل ما هو كده عايش لوحده. بيقول له دولان ان هو عايز يستمتع بحياة العزوبية لاطول فترة ممكنة. بيتكلم اخو دولان الصغير وبيسأله عن مهمة المستنقع. بيقول دولان ان هو مصمم يروح المستنقع لوحده ويستكشفه. بتطلب منه امه ان هو يهتم بنفسه ويبتعد عن الخطر بقدر الامكان، وبتتمنى له ان هو يرجع من هناك وهو سليم من اي اذى. وابوه بيقول له انت دلوقتي بقيت بالغ والقرار يرجع لك انت. صراحة انا بدأت احب ابو دولان الاب الذي يدعم ابنه في قراراته. فبيخلص اليوم على كده، وبالفعل بيجي تاني يوم وبيجهز نفسه دولان لرحلته الاستكشافية. بيخرج كل سكان القرية وبيودعوه وبيتمنوا له كل التوفيق في رحلته وانه هو يرجع بخير. وايري مش بس بتودعه، دي عامله له اكل كمان علشان ياكله اثناء الرحلة. شكل كده البت دي هتموت عليه، ولكن هو عامل نفسه مش واخد باله. بيودعهم دولان وبينطلق في طريقه للغابة لاستكشاف المستنقع. وفي الطريق بيفكر دولان في السحالي اللي كانت مسالمة جدا وبتزور القرية باستمرار، ولكنها فجأة اختفت وما بقتش بتزور القرية زي الأول، وده اللي خلى دولان يشك إن في حاجة غريبة بتحصل. بالفعل يا أصدقائي دولان بيوصل للمستنقع وبيكتشف إن المية اللي فيه اتسممت، بل وكمان بيحس إن في حاجة حواليه، صوت شخص بين الأشجار. فبيطلع سيفه وبيستعد وبيبص بيلاقي قدامه حاجة غريبة جدا. بيلاقي قدامه بنت جميلة جدا من فوق، ومن تحت بقى حاجة عاملة زي التعبان. بيقول دولان إن دي من مخلوقات
المخلوقات اللامية. ومخلوقات اللامية دي يا صديقي عبارة عن كائنات نصها بشري ونصها التاني أفعى، وهم بيكونوا إناث فقط. ومشكلة كائنات اللامية دي إن عيونهم بتكون ملعونة، بس اللامية اللي بيقابلها دولان طيبة ومسالمة جدا، عكس المعلومات المتداولة عنهم. كلها معلومات بتقول إن هم مخلوقات خطيرة وقوية. بتعرف اللامية دولان على نفسها وبتقول إن اسمها سيلينا، وبتسأل دولان إيه اللي يخلي بشري يبقى موجود في مكان زي ده لوحده؟ يا ابني انت كسبت حياتك في كيس شيبسي ولا ايه؟ ولكن قبل ما يرد عليها بيظهر من وراها وحش ضخم جسمه من الطين والوحل بيهجم عليها. والمفاجأة ان هي بتخاف وبتصرخ بقى على صوتها. وفي اخر لحظة بيقدر دولان يقطع ايد الوحش قبل ما يضرب سيلينا. والمفاجأة ان الوحش بتطلع له ايد جديدة بدل اللي اتقطعت. فبيدرك دولان ان الوحش ده قوي وخطير وبيقدر يتجدد. بياخد سيلينا وبيستخبى ورا احدى النباتات. بتسأله سيلينا الوحش ده جه منين؟ بيقول لها دولان ان المكان ده حصل فيه زلزال من قريب، وبسبب الزلزال ده خرجت مواد سامة من باطن الارض، فممكن يكون بسببها تكون ذلك الوحش. بيقول لها دولان نسيت اعرفك باسمي، انا اسمي دولان، ومعلوماتي بتقول ان اللامية دول اللي انت منهم مخلوقات بتعرف تستخدم السحر. بترد عليه سيلينا وبتقول له ايوه. بيقول لها يبقى لازم تساعديني علشان اقدر اخلص عليه. سيلينا في البداية بتكون مترددة، ولكن بعد كده بتوافق. كده ما عندهاش اي اختيار تاني. بيخرج الاتنين وبيهجموا سوا على الوحش اللي قدامهم. وبتقدر سيلينا تستدعي تعبان سحري ضخم بيكتف الوحش وبيشل حركته تماما. وفي هذا الوقت دولان بيتوجه نحو رأس الوحش، وباستخدام سيفه اللي قال عليه احدى التعويذات السحرية بيقدر ان هو يقسم الوحش ده لنصين وبيخلص عليه تماما. وساعتها بتظهر باللورات السحرية مكان الوحش، فبياخدهم دولان وبيقرر هو وسيلينا ان هم يخيموا جنب البحيرة سوا. وبالليل وهم جنب النار بتسأله سيلينا ليه كنت لوحدك في الغابة برضه في هذا المكان الخطير؟ بيقول لها انا كنت بستكشف سبب اختفاء السحالي وخلاص عرفته، انا من قرية قريبة من الغابة هنا. بيسألها دولان بقى نفس سؤالها، انت ليه كنت موجودة في المكان ده لوحدك؟ بتقول له سيلينا انا كنت بدأت ابحث عن زوج، لان كل اناث اللامية اول ما بيتموا 17 سنة لازم يخرجوا من القرية علشان يبحثوا عن زوج ليهم، ودي من القوانين المهمة جدا عندنا، فانا طالعة دلوقتي علشان اشوف حد يتجوزني. طبعا بتقول سيلينا ان ايجاد زوج مناسب عندنا هو الشيء في منتهى الصعوبة، لان لو انثى اللامية قررت تتجوز بشري فلازم يكون في مواصفات خاصة جدا. اول حاجة لازم يكون قوي جدا، وده لان سم اللامية ممكن يقتل البشر، فلازم يكون الزوج عنده جسم قوي مقاوم للسموم، بالاضافة بقى لشوية حاجات تانية مش هينفع ان احنا نتكلم فيهم. فبيشجعها دولان وبيقول لها ان شاء الله هتلاقي الزوج المناسب. وبيخلص اليوم على كده، وفي اليوم التاني بيستعد كل منهم علشان يكملوا رحلتهم. دولان هيرجع القرية وسيلينا هتكمل رحلتها في البحث عن زوج مناسب. بيودع دولان سيلينا وبيقول لها لما تلاقي زوج مناسب ابقي تعالي القرية في اي وقت هتلاقيني موجود وبرحب بيكي. بتمشي سيلينا واثناء ما هي ماشية في الطريق بتلاقي اتنين من البشر بيشوفوها فبيترعبوا منها وبيخافوا وبيهربوا بسرعة من غير حتى ما يتكلموا معاها. بتقول سيلين ان رحلتها في البحث عن زوج بشري هتكون صعبة جدا، لان طبيعي الكل يكون خايف منها. وفي هذه الاثناء بيوصل دولان للقرية وبيطمن اصدقائه عليه، وبيروح بعدها لدرس تعليم السحر. وحصة الدرس في اليوم ده عن سحر الشفاء. بتحذره معلمته ان سحر الشفاء مختلف تماما عن سحر الهجوم، لاننا بنستخدم مع السحر اعشاب ونباتات علاجية، ولكنه لازم ينتبه لان اي غلطة صغيرة في المقادير هتتسبب في الموت على طول. ولكن دولان وقبل ما معلمته تخلص كلامها بيبوظ التجربة اللي في ايده وبيدمر الجرعة كلها. بتقول له المعلمة ان قدرات السحر الشفائي بتاعه ضعيفة جدا ولازم يروح يتدرب اكتر قبل ما يبدأ يعمل تجارب. فشل دولان في التجربة بيخليه يحس بالاحباط، وبيقول لنفسه حياتي السابقة كتنين هي اللي ساعدتني اتفوق في سحر الهجوم، ولكني عمري ما احتجت سحر الشفاء في حياتي اللي فاتت، علشان كده انا ضعيف، انا اول مرة استخدمه. بيتوجه دولان دلوقتي نحو تدريب الاطفال على القتال مع حارس القرية، وهو في الطريق بيقابل ميو، ودي بقى يا صديقي شبه بشرية، نص لا مؤاخذة بقرة ونص انسانة. المهم ان هي بتعرض عليه ياخد من حليبها الطازج علشان هي ست معطاة وكريمة جدا، وبتوزع لبن على كل سكان القرية. بتصب له وبيشرب دولان علشان مش عايزها تزعل. بيكمل دولان، واول ما بيروح عند الاطفال اللي بيتدربوا بيجروا على دولان علشان يوروه الرماح اللي معاهم، وان هم اخيرا بقوا يعرفوا يستخدموها. اثناء ذلك دولان بيحس بوجود وحش في الغابة اللي جنبهم، مش بيقول حاجة بس بيقرر ان هو هيروح يشوفه لوحده بالليل. وفعلا بالليل بيدخل الغابة وبيقعد يتساءل هو ليه الوحش اللي طاقته مش مناسبة ان هو يعيش في تلك البيئة قرر انه هو يجي هنا. وبقوة ومهارات دولان بيقدر
يحدد مكان الوحش بالظبط في الغابة، ومشي شوية ناحية المكان ولقى ضوء جاي من ورا الشجر، فبيبص وبيلاقيها سيلينا، فبيتصدم لما بيشوفها، وطبعا علشان هو مش متعود على حياة البشر لسه فمش بيعرف يستخدم الكلمات المظبوطة، وده اللي كان عواقبه ان هو خد حتة قلم من سيلينا جامد قوي. بيعتذر منها وبيسألها انت ليه لسه موجودة هنا في الغابة وليه ما كملتيش رحلتك في البحث عن زوج. بتقول له بكل حزن انا ما قدرتش اكمل رحلتي لاني اكتشفت ان كل البشر بيخافوا مني، دول حتى مش بيدوني فرصة يتعرفوا عليا، وده اللي خلاني فقدت الامل في ان جنس البشر ممكن يتقبلني، فقررت استسلم واقعد لوحدي هنا بعيد عن البشر في الغابة. بيقول لها دولان بعيدا بقى عن كل المقاس دي انا مبسوط ان انا شفتك تاني، بل وكمان بيعرض عليها المساعدة وبيقول لها تعالي عيشي معايا في القرية. في الاول بتخاف سيلينا وبترفض، بيقول لها دولان ما تخافيش احنا عندنا اشباه بشر كتير عايشين في القرية برضه، وان سكان القرية لو اتأكدوا فعلا ان هي طيبة هيسمحوا لها ان هي تعيش معاهم، وعلشان يخلوا اهل القرية يثقوا فيها بيحط دولان خطة علشان تكسب بيها سيلينا ثقة اهل قريته. والخطة بسيطة جدا، هي ان سيلينا كل يوم تصطاد سمك وحيوانات لاهل القرية وتسيبها ليهم في القرية بالليل. وفعلا بيعدي كام يوم وسيلينا بتنفذ الخطة، وكل يوم اهل القرية بيلاقوا الاكل موجود في القرية من اسماك وحيوانات واشياء غيرها، فبيستغرب اهل القرية وبيلاحظ حرس القرية آثار على الارض شبه آثار التعابين. وقتها بيقول بلان قائد الحرس ان دي اكيد لمية متوحشة. طبعا اول ما بيذكر كلمة متوحشة كلامه ده بيخلي اهل القرية يقلقوا، وبسبب اللي حصل بيعمل كل سكان القرية اجتماع مع شيخ القرية وبيحكوا له عن اللمية، ومنهم اللي بيستغرب اساسا من وجودها لان هي سلالة نادرة الظهور جدا، وفي اللي بيقول ان في لغز غامض ورا الفرائس اللي بتسيبها في القرية لان الامر غير طبيعي اطلاقا. انما بلان بيقول احنا لازم نجمع الجنود الشبان الاقوياء وندخل للغابة وندور عليها ونخلص عليها لان هي بتشكل خطر كبير على القرية. دي قدرت تدخل القرية كل يوم من غير ما حد يحس بيها. بتقاطعه معلمة دولان وبتقول له انا حاسة ان اللامية دي مش شريرة ولا حاجة وان مفيش اي خطر منها، وانا احساسي دايما ما بيخيبش، وده ببساطة لان هي بتسيب كل اللي بتصطاده، واكيد هي بتعمل ده كعطاء منها لينا. وعلشان يصدقوا كلامها بتستخدم المعلمة سحرها في قراءة الابراج والتوقعات، وبتقول ان ظهور الافعى هو فال خير، فكلام المعلمة بيطمنهم وبيخليهم يتنازلوا عن فكرة قتل اللامية. وطبعا اكتر واحد فرحان هو دولان اللي بيجري بالليل يروح للغابة علشان يقول لسيلينا ان اهل القرية دلوقتي مش بيفكروا يأذوها، وده معناه ان الخطوة الجاية انهم يخلوا اهل القرية يتقبلوا ان هي تعيش وسطهم. وبيقول لها دولان ان جه دلوقتي وقت تنفيذ الجزء الثاني من الخطة وهينفذوها بكرة. وتاني يوم بيخرج الجميع علشان يتدربوا على فنون القتال بقيادة قائد حرس القرية القائد بلان، وفي نفس الوقت ده كانت سيلينا مستخبية عند حدود الغابة ومستنية علشان تنفذ خطة دولان. والخطة هي ان دولان هيمثل ان هو في مواجهة وحش خطير وسيلينا هي اللي هتروح تقاتل الوحش وتنقذه، ولكن للاسف الخطة دي مش بتمشي زي ما هم عايزين، وده لان الكل بيتفاجئ ان في دب ضخم مدرع خارج من الغابة ناحية القرية، وساعتها بيترعب كل السكان وبيجروا بسرعة بعيد عن الدب. بس ابن القائد بلان بيقع قدام الدب ومش بيلحق يهرب، فبيجري دولان بسرعة علشان ينقذه، بس سيلينا بتتدخل في الوقت المناسب وبتحمي كل من عشان يطمن على ابنه. وقتها بيجري بلان علشان يطمن على ابنه وبيسحبه بسرعة من قدام سيلينا اللي بيقول عليها متوحشة وخطيرة جدا. الكلام ده بيأثر في سيلينا وكانت عاوزة ان هي تتراجع عن الامر، ولكن دولان بيتدخل فورا وبيقول واضح ان اللامية دي فعلا طيبة، دي عرضت حياتها للخطر علشان تنقذني انا والطفل الصغير، ولو كانت خطيرة ومتوحشة فعلا فعمرها ما هتفكر ان هي تضحي بنفسها وتعرض نفسها للخطر علشاننا. وقتها اخيرا بتتكلم سيلينا وبتقول لهم انا مش جاية علشان اذي اي حد، انا اسمي سيلينا، انا لامية ومش بشكل اي خطر، انا بحب البشر ونفسي اعيش معاكم وده الطلب الوحيد. انا اتبعت قواعد اللامية وخرجت في رحلة علشان ابحث عن زوج، ولكن الموضوع صعب قوي عليا لوحدي. بتكمل كلامه وهي بتتوسل لهم وبتقول انا حاولت اتقرب منكم علشان كده كنت بسيب لكم الاكل كل يوم علشان اساعدكم، واوعدكم ان عمري ما هفكر ان انا اذيكم. كلام سيلينا اللي مليان امل ورجاء بيأثر فعلا في كل السكان الموجودين وبيحسوا بالصدق في كلامها. في نفس الوقت يا اصدقائي بتيجي رسالة لراهبة القرية من الام ماريال، وبنعرف ان الام ماريال دي عايشة في قصر في السماء وبتراقب كل سكان القرية وبتعرف اللي بيحصل منهم، وعلشان كده بتبعت لهم الرسالة وبنعرف فيها ان سيلينا صادقة وان هم مفروض يقبلوا ان هي تعيش معاهم في القرية. ومن بعد رسالة الام ماريال ولان هي شخص مقدس عند سكان القرية الكل بيطمن وبيوافق ان سيلينا تعيش معاهم. ومش بس
بس كده، دول كمان بيجهزوا لها بيت خاص علشان تسكن فيه وبيرحبوا بيها. وطبعا اللي طاير من الفرحه دلوقتي هو دولان، عامل نفسه ان هو مش عارفها وعمال يرحب بيها مع باقي الناس. فبرغم ان الخطه ما تنفذتش بحذافيرها، ولكن دولان وسيلينا نجحوا في ان هم يخلوا اهل القريه يثقوا في سيلينا. وبتمر الايام وسيلينا بتبدا تتاقلم على الحياه الجديده بتاعتها، وكمان اهل القريه بداوا يتعودوا عليها وبيحبوها جدا وبيندمجوا سوا وبيعيشوا مع بعض في هدوء وسلام. بعد كده بننتقل للمدينه، تحديدا اكاديميه السحر. هناك بنتعرف على مديره الاكاديميه واسمها اوليفيا، وهي من عرق الالف. وبنشوف مساعده اوليفيا وهي معاها رساله من كريستا. بتاخد اوليفيا الرساله وبتقراها علشان تطمن على احوال كريستا في القريه. وفي الرساله بتحكي لها كريستا عن احوال القريه وقد ايه هم مهتمين بالتدريبات وفنون السحر والقتال، خاصه ان هم قريبين من الغابه اللي دايما فيها وحوش وحيوانات مفترسه، فطبعا لازم يحموا نفسهم ويتدربوا على السحر كويس ويتقنوا التعاويذ. وبتحكي كريستا عن اول مبارزه حقيقيه ليها مع ماليدا، وازاي ماليدا كانت خصم صعب وكانت بتحاول تهزمها. وبرغم ان ماليدا جنديه ذات مهاره في الفنون القتاليه عاليه، ولكن كريستا برضه قدرت تهزمها. بتقول كمان كريستا لاوليفيا ان اهل القريه كلهم طيبين وحبوها بسرعه جدا، لدرجه ان هم بيقدموا لها افضل اكل وشراب عندهم. بس برغم كده كريستا في نهايه كل يوم كانت بتحس ان هي وحيده جدا، وده علشان هي لسه مش قادره تتعود على الحياه في القريه. لحد ما في يوم يا اصدقائي سيلينا ومعاها دولان بيشوفوها وبيلاحظوا ان هي حزينه، فبتعرض عليها سيلينا ان هي تيجي معاهم لبيتها الجديد. وفعلا بتوافق كريستا وبتروح معاهم لبيت سيلينا اللي مش بتبخل ان هي تشاركها في سريرها، وبتعاملها معامله في غايه اللطف. وبتحكي لها سيلينا عن رحلتها وعن المعاناه اللي عاشت فيها، وازاي قدرت تعيش في هذه القريه وتخلي كل سكانها يتعودوا عليها ويحبوها، وان اغلبهم دلوقتي محدش بقى خايف منها. كلام سيلينا بيدي امل لكريستا ان هي ممكن في يوم من الايام تقدر تتعود على اهل القريه وتبقى واحده منهم زي ما هي عملت. لحد يا اصدقائي ما في يوم كان في حفله في القريه، وفي الحفله دي كريستا اتحدد قائد الحرس بلان ان هو يدخل معاها في تحدي مين يشرب لبن اكتر. وبالرغم ان بلان معروف عنه انه اكتر واحد بيشرب لبن في القريه بالكامل، محدش بيقدر يهزمه الا كريستا فقط، بتقدر تهزمه بكل سهوله. وساعتها كريستا لقت كل القريه مبسوطه وبيهتفوا كلهم باسمها، كلهم فرحوا بيها وبفوزها على بلان. بتقول كريستا ان ساعتها بدات تحس ان هي واحده من القريه فعلا، والفضل كله يرجع لسيلينا ودولان لان هم اللي خلوها اقرب لاهل القريه وشجعوها على فعل ذلك. بتخلص اوليفيا الرساله وهي فرحانه ان هي اطمنت على كريستا وعرفت ان هي مرتاحه هناك في القريه. وفي نفس اليوم ده بالليل كان في حفله كبيره في اكاديميه السحر، وفي الحفله بتنتشر اخبار عن كريستا وان هي عندها صديقه من فصيله اللاميه في قريه فيرون. وطبعا الكل بيتصدم من هذا الخبر، وبرغم كده بيصدقوا الموضوع عادي جدا، وده لان كريستا كانت تلميذه شاطره ومحاربه قويه تقدر تصاحب اي سلاله غير البشر ما تخافش منهم لان هي جريئه. وبتسمع اوليفيا احاديث الحضور فبتتضايق ان هم عرفوا اخبار كريستا. بعد كده بتجيلها واحده من ساحرات حكومه المدينه واسمها كارين، بتسال اوليفيا عن كريس وهل الكلام اللي بيتقال عنها صحيح ولا لا. بتقول لها اوليفيا ان كريس اكدت ان اللاميه دي مسالمه جدا وطيبه كمان، بل وبتساعد اهل القريه. ومع ذلك بتقول لها كارين احنا لازم نتاكد بنفسنا ونعرف مدى صحه هذا الكلام، وده لان اللاميه معروف ان هم كائنات خطيره جدا على البشر، مش بس تقدر تاذي كريس، دي كمان ممكن تاذي سكان القريه كلهم. وهنا بيقاطعهم واحد من الاكاديميه وبيقول لهم سيبوا الموضوع ده عليا، انا اعرف اتصرف واعرف حقيقه تلك اللاميه. وبعد كده بنرجع للقريه وبنشوف الثلاثي دولان وسيلينا وكريس بيزرعوا البطاطس، وهم بيزرعوا بيتفاجئوا بواحد من الحراس بيجري ناحيتهم وبيقول لهم لازم يروحوا عند بوابه القريه فورا. وفعلا بيروحوا هناك وبيتفاجئوا بالشخص ده جاي من اكاديميه السحر، بيقول لهم انا معايا امر باحضار اللاميه اللي معاكم دي للمدينه علشان الحكومه تثبت ان هي امنه. سكان القريه طبعا بيتضايقوا وبيقولوا له ان هي طيبه ومش مؤذيه خالص، ولكنه اصر على تنفيذ الاجراءات المطلوبه. بيطلب دولان ان هو يروح مع سيلينا والمفاوض بيوافق. بترجع القافله للمدينه وهم معاهم سيلينا ودولان. وفي الوقت ده بتقول كريستا ان هي لازم تتكلم مع المديره علشان هي اكيد عندها نفوذ عند الحكومه، فبتستخدم قدراتها السحريه علشان تسرع من خطواتها وتقدر توصل للمدينه بسرعه. في نفس الوقت ده بنشوف سيلينا ودولان داخل احدى العربات، وبيسال دولان سيلينا لو كانت حاسه باي تعب من ركوب العربه لاول مره، ولكن سيلينا بتطمنه وبتقول له ان هي بخير، فبيطبطب عليها زي ما كانت ام البشريه بتعمل معاه. وده بيخلي سيلينا تعيط من كميه الحنيه اللي عند دولان. المهم ان كريستا بتوصل فعلا لمكتب المديره اوليفيا وبتحكي لها عن اللي عمله الشخص اللي جه من الاكاديميه. المديره بتشرح لها ان كارين هي اللي اصرت ان هم ياخدوا سيلينا، وبتحذرها المديره ان هي ما تتدخلش في الموضوع
الموضوع ده اطلاقا. في نفس الوقت ده بيوصل دولان للمدينة اللي اسمها جالو، وكانت الساحرة كارين في انتظارهم على بوابة الأكاديمية. بتدعوهم كارين على العشاء معاها علشان تعوضهم يعني على تعب الطريق. وفي الوقت ده بيخش الشخص ده على اوليفيا وكريستا، بيقطع كلامهم وبيقول لاوليفيا عايز اكلمك على انفراد. وفي وسط الوليمة بيحس دولان بالشك وعدم الارتياح، وخصوصا بعد كلام كارين الغريب اللي كله مدح وغزل في سيلينا. دي حتى بتعترف ان هي حاسة بإثارة لدرجة ان هي عاوزة تفترسها. بتتصدم سيلينا وفجأة بيغمى عليها هي ودولان على طاولة الطعام. وعلى الجانب الاخر الشخص ده بيستأذن المديرة ان هو يحكي الموضوع لكريستا، فبتديله الاذن. بيبدأ كلامه وبنعرف من كلامه ان في جرائم لاختطاف البنات. الجرائم دي انتشرت الفترة اللي فاتت في المدينة، والشائعات بتقول ان اللي بتخطفهم هي ساحرة عندها 300 سنة، وانا بصراحة شاكك ان الساحرة دي تبقى كارين. فبتقول له كريستا ان هي اكيد بتستخدم سحر محرم. بيقول لها ايوه ده اللي مخليها عايشة لمدة 300 سنة، هي بتستخدم السحر ده على البنات الصغيرين وبتستولى على اجسادهم علشان تفضل عايشة وما يبانش عليها السن ابدا. وطالما كارين بقت مهتمة بالسيلينا فكارين هي تلك الساحرة، وبكده سيلينا ودولان في خطر كبير جدا. بيقول الشخص ده ان احنا لازم نتصرف دلوقتي بسرعة قبل ما يحصل اي حاجة. وفي الوقت ده الساحرة كارين كانت مبسوطة جدا لان بقالها كتير ما شافتش لامية، وقريب جلد سيلينا الجميل هيبقى ملك ليها هي. كارين كانت في الاول مخططة ان هي تسلخ سيلينا وبعدها تبقى تفكر هتعمل ايه بعد كده، ولكن قبل ما تعمل اي حاجة دولان بيفوق وبيفك القيود بتاعته وبيأمرها تبتعد عن سيلينا. بتستغرب كارين وبتحس ان في حد قلل جرعة المخدر. بتقول لنفسها هو ازاي صحي بتلك السرعة، لا وكمان قدر يحرر نفسه. بيلاحظ دولان ان في تعويذة على السحر ريحتها ريحة دماء، وده بيدل على ان الست دي مش اول مرة تعمل ذلك الموضوع. وبيسألها عن عدد الناس اللي قتلتهم. بتتجاهل كارين سؤاله وبتقول له ان القيود بتاعتك كانت معمولة من جلد سحلية الجولم، ومستحيل اي شخص بشري عادي انه هو يفكها. فبتسأله اذا كان هو انسان فعلا ولا لا. بتحدفه بمشرط كان في ايديها ولكنه بيتفاداها. بيكرر دولان سؤاله مرة تانية عن عدد الناس اللي قتلتهم، فبترد عليه المرة دي وبتقول له انا خلاص بطلت احسب. يخرب بيتك ده معناه ان هي قتلت بشر كتير جدا. بيسألها بتعملي ايه بجثث كل الناس اللي بتقتليهم. بتقول ان هي بتعمل تجارب على الاجزاء الجميلة من الكائنات دي ومحتفظة بيهم، وده اللي مخليني لسه جميلة زي ما انت شايف. بيقول لها دولان ولكن المفروض ان النوع ده من السحر ممنوع ومحرم. بتقول له كارين ان هي تعاقدت مع الشيطان وبقى عندها دراع من عنكبوتة واقدام وحوش بالاضافة لبشرتها الجميلة، واللي ناوية ان هي تبدلها قريب مع سيلينا. وفجأة سيلينا بتفوق وبتتضايق بعد ما بتسمع وبتعرف النوايا الخبيثة لهذه الساحرة، واتهمت كارين بقتل الكائنات اللي كانت بتجيلها طلبا للمساعدة زي الالف وفتيات العنكبوت. فبتقول لها كارين ان هم ضحوا بحياتهم علشان عمل مهم وهو ان بشرتي تفضل جميلة. يخرب بيت البجاحة بتاعتك. بتقول لها سيلينا انت مقرفة والمفوض كان عنده حق في كلامه عنك. بتستغرب كارين لما بتسمع سيرة المفوض جودة، وبعد كده بتتفاجأ لما بتلاقي سيلينا ودولان بيطلعوا أجهزة تنصت سحرية. وفجأة بيحصل انفجار بيقتحم جنود أوليفيا المكان ومعاهم كل من كريستينا والمفوض جودة. بتتكلم أوليفيا وبتقول لدولان وسيلينا احنا اسفين اننا عرضنا حياتكم للخطر، ولكن كل ده كان علشان نقدر نقبض على كارين. ايوه زي ما سمعت كده يا صديقي، سيلينا ودولان كانوا متفقين مع إدارة أكاديمية السحر، كانوا متفقين يستدرجوا كارين ويقبضوا عليها. وبالفعل المفوض جودة بيأمر الجنود ان هم يلقوا القبض على كارين فورا ويرموها في السجن، بعد ما اخيرا تم اثبات ان هي السبب في اختفاء وموت مئات الفتيات. بتقاطعهم كارين وبتقول لهم انتوا مش فاهمين حاجة، انا كل اللي كنت عاوزاه اني اكون جميلة. انا كنت طفلة قبيحة جدا ولكني كنت بحب جمال الفتيات وجمال العالم كله، ونفسي اكون جزء من هذا الجمال. وفي يوم كرهت شكلي وزهقت منه وقررت اني لازم اتغير، وعرفت ان الحل الوحيد ان اتحالف مع الشيطان اللي ساعدني اقتل البنات الجميلة واسرق منهم جمالهم. وفضلت اعمل كده لمئات السنين ولسه هعمل كده اكتر واكتر، وهاخد كل جمال العالم ده لنفسي ومش هسمح لحد انه هو يمنعني. وبيبتدي جسم كارين يتحول ويتضخم بشكل مرعب. بيقول دولان ان هي كده استخدمت اندماج الاجسام، وان هي حاليا اتحولت لوحش من كل الاجسام والاعضاء اللي سرقتها. وبتبدا كارين تهاجم كل الموجودين وهدفها ان هي تخلص عليهم كلهم. وفي اللحظه دي بتستخدم سيلينا قوه عيونها الملعونه وبتأمر كارين ان هي تتوقف عن القتال. وفي البدايه بتنجح سيلينا في السيطره على كارين، ولكن الموضوع مش بيستمر طويل
طويلا، وسيلينا بتفقد السيطرة على كارين لأن قوة كارين كانت أقوى بكتير من قوة سيلينا يا أصدقائي. وأثناء ما كانت كارين بتهاجم سيلينا بتنقض عليها كريستينا وبتطير صوابعها بسيفها، ولكن يا فرحة ما تمت صوابع كارين بترجع تاني. واضح جدا ان جسمها قابل للتجدد. بتعمل كريستينا تعويذة سحرية على سيفها علشان هجماتها تأثر على كارين، ولكن برضه بدون جدوى. هجماتها مش بتعمل اي فرق يا اصدقائي. وبنشوف دولان بدأ يصنع دوائر سحرية على الارض، بيطلب من سيلينا وكريستينا يبعدوا وهو هيتصرف مع كارين، وبالفعل بيبعدوا وبيسيبوا كارين لدولان. ويا نهار ابيض بيصنع بلورة سحرية ضخمة بيحبس كارين جواها، وجوه البلورة دي بتتهاجم كارين بوابل من السهام السحرية اللي بتخلص عليها. وبيقول لها دولان ان ده جزاء كل اللي عملتيه في البنات الجميلات، وبتنفجر البلورة السحرية بكارين وخلاص بتتدمر وبتموت وبيختفي جسمها للأبد. وبكده أخيرا بيتم التخلص من الساحرة صاحبة ال 300 سنة. وبعدها بتعدي الأيام ودولان وسيلينا لسه موجودين في أكاديمية السحر، وده علشان يتأكد أعضاء الأكاديمية إن عيون سيلينا الملعونة مش هتسبب ضرر لأي حد من البشر. وبيستغل دولان الوقت اللي قاعدين فيه هو وسيلينا في المدينة وبيعلمها القراءة والكتابة علشان يبقى سهل عليها تتعامل مع البشر بدون أي مشكلة. بتيجي كريستينا تزورهم وبيعرفها دولان إن مستوى سيلينا في القراءة والكتابة يتحسن، وبعدها بيتفاجئوا بزيارة المفوض والمديرة أوليفيا ليهم. في الأول بيقعد المفوض وبيشكرهم على مساعدته في القبض على كارين، وبعدها بيقول احنا خلاص أصدرنا قرار بخصوص سيلينا. القرار هو إن هي هتقدر تعيش في القرية بسلام وتكون واحدة من سكانها كمان. بتفرح سيلينا جدا بذلك الخبر، وبالمناسبة الحلوة دي بياخدها دولان في جولة في المدينة قبل ما يرجعوا للقرية. وهم في السوق بتشوف سيلينا طفل وقعت منه إحدى ثمار الفاكهة، فبكل لطافة بتساعده وبتناوله الثمرة اللي وقعت منه. ولكن أم الطفل أول ما بتشوفها قربت من ابنها على طول بتشد ابنها بسرعة بعيد عن سيلينا، وبتقول دي لامية متوحشة اوعى تقرب منها. وبتبص سيلينا لكل الناس حواليها بتلاقيهم كلهم خايفين منها، ولكن الشيء الكويس ان ده كله مش بيأثر عليها ولا على فرحتها، بل بتطلب من دولان ان هي تشتري هدايا لكل اهل القرية قبل ما يرجعوا. بعدها بيروحوا يودعوا اوليفيا قبل ما يمشوا من المدينة، وساعتها بتعرض اوليفيا على دولان الانضمام لأكاديمية السحر، وده لان أكاديمية السحر هتضيف له وهتساعده في حماية القرية، هتخلي مستواه اعلى من اللي هو فيه حاليا. ودينزل صديقه من القرية اللي ملتحق بالأكاديمية بينصحه ان هو يوافق على عرض اوليفيا، لكن دولان بيشكرهم على النصيحة وبيقول ان دي خطوة كبيرة جدا لسه محتاج وقت اطول علشان افكر فيها، وكمان القرية محتاجة وجودي في هذا الوقت. وبعدها بيرحل كل من دولان وسيلينا وكريستينا، وهم في طريقهم للقرية بتقول كريستينا لدولان ان عرض اوليفيا مناسب جدا وان هو موهوب ويستاهل ان هو ينضم لتلك الأكاديمية. انما سيلينا فكانت قاعدة زعلانة وبتتمنى ان دولان يرفض هذا العرض لان هي بالتأكيد مش عايزاه يسيبها وحيدة في القرية ويمشي. وفي هذه الأثناء داخل الغابة يا أصدقائي بنشوف بوابات سحرية بتخرج منها المئات من الوحوش على شكل عناكب ضخمة مرعبة بتهجم على واحد من قبيلة الإلف اللي ساكنة في الغابة. وبعد كده فرسان الإلف بتكتشف ان مش واحد بس اللي تهاجم ومات، بل في عشرات ماتوا من قبيلة الإلف بسبب هجوم الوحوش دي. علشان كده بيقول أحد قادة جنود الإلف اللي شاف منظر الجنود المقتولين ان هم لازم يبلغوا زعيم القبيلة باللي حصل هنا. وعند دولان كان أخيرا وصلوا إلى القرية، وهو وكريستينا بيدربوا الأطفال على القتال، وسيلينا واقفة بتراقبهم من بعيد وعمالة تفكر في عرض أوليفيا على دولان. بتبقى محتارة ومش قادرة تحدد مشاعرها، مفروض ان هي تفرح له ولكن في نفس الوقت هي مش عايزاه يسيبها، هي واثقة ان هي مش هتقدر تعيش في القرية من غير دولان، وفي نفس الوقت لو راح المدينة مش هتعرف تروح هناك كتير لان هي لامية، وزي ما شفنا ازاي ناس كتيرة بيخافوا منها، مش الكل هيكون زي سكان هذه القرية ويتقبلوها. واثناء ما هي سرحانة بيقاطع تفكيرها الاطفال اللي بيبقوا عاوزين يلعبوا معاها، وبالفعل بتفرح وبتروح تلعب معاهم. بيبص عليها دولان وهو فرحان ان هي خلاص خدت على اجواء القرية. بتيجي كريستينا تقول لدولان ان هي عاوزة تخش الغابة وتستكشفها، بيرفض دولان وبيقول لها ما ينفعش لان الغابة خطيرة جدا، ولحد دلوقتي احنا ما قدرناش نعرف كل الوحوش اللي موجودة هناك ايه هي قوتهم او هم عاملين ازاي. بتقول له كريستينا طب ده شيء كويس، خلينا نخش ونستكشف الوحوش اللي جوه. ده غير كمان ان ألبرت مش عارف يخرج الخنازير في الغابة، وان هي خلاص قررت تروح تحرس الخنازير وهي بترعاهم داخل الغابة مع ألبرت. بيقول لها دولان مفيش مشكلة في اننا ننضم للمجموعة اللي هتشرف على رعي الخنازير. بيروح دولان ومعاه كريستينا وسيلينا بالاضافة الى قائد الحرس بالان ومعاهم ألبرت وجنديين تانيين علشان يحموا الخنازير. وبعد شوية بتبعد الخنازير عنهم، فبالان ورجالته
بيمشوا وراهم علشان ما يروحوش لبعيد، ولكن احد الخنازير بيخش جوه شجره وبيجري وراه احد الجنود، ولكن فجاه الخنزير ده بيتحدف من فوق الجندي وعلى جسمه اثار مخالب ضخمه. بيبص الجندي قدامه بيلاقي نمر ضخم طالع من جسمه خناجر. الجندي بيخاف والنمر بيهجم عليه، ولكن بلان بيلحق بالجندي وبالمطرقه العملاقه بيضرب النمر على دماغه فبيخلص عليه. بعد ظهور الوحش ده بيطلب بلان من جنوده ان هم يفضلوا حذرين، ولكن وهو مش واخد باله بيتهاجموا من ظهره عنكبوت عملاق. بيسمع دولان واصدقائه صوت جاي من جنبهم فبيجروا ناحيه الصوت، ولما بيوصلوا بيلاقوا بلان وجنوده متصابين اصابات خطيره. بس بلان بيقول لهم ابعدوا بسرعه لان هو هيهجم تاني. بيهجم العنكبوت فعلا مره تانيه، بس دولان بيتصدى ليه بالسحر بتاعه. بتسال كريستينا هو ايه الوحش ده بالظبط؟ بيقول لها دولان ان هو شيطان من النوع الضعيف، وهو يعتبر من الجواسيس اللي بتيجي من العالم السفلي بتاع الشيطان، واسمهم سبيرت. ورغم ان هم من تصنيف ضعيف ولكن برضه هم خطيرين جدا. بتساله كريستينا ازاي عرفت هذه المعلومات؟ بيقول لها ان هو قرأها في كتاب عند معلمته، وبيقول لها المهم دلوقتي انا هشيل حركه الشيطان التاني ده وانت تهاجميه وتخلصي عليه بسيفك. وبالفعل بيشيل دولان بطاقته السحريه الشيطان وبيخليه غير قادر على الحركه، وكريستينا بتقطع راسه بكل سهوله. وبعد المعركه دي بيقول دولان لكريستينا مفيش داعي انك تحكي عن الشيطان ده لاي حد في القريه. وبالليل يا اصدقائي بنشوف فريق الاستكشاف بيتجمع مع بعض سكان القريه عند شيخ القريه وزعيمها. بيقول لهم شيخ القريه ان حاله بلان خلاص دلوقتي بقت مستقره، واتنين اسمهم ماجور وميو بيعتنوا بيه دلوقتي وهيكون كويس قريب. بعد كده واحد من سكان القريه بيقول ان النمر ده حاجه نادره جدا، بس الاغرب هو الوحش الغريب اللي هاجم بلان وهو مش واخد باله. بعد كده كريستينا بتسال الشيخ لو كانت الوحوش دي بتظهر او ظهرت في المنطقه دي قبل كده. بيقول لها دي اول مره نسمع عن حاجه زي دي اساسا. بيقول طالما الوحش سبب كل هذا الضرر لبلان فهو وحش قوي جدا، لان بلان يعتبر من اقوى رجال القريه. فتخيلوا يا اصدقائي اللي ممكن يحصل في باقي سكان القريه. في الوقت ده بتوصل المعلمه ماجورو وبتطمن الموجودين على بلان وان هو خلاص هيبقى كويس، وبتقول كمان ان بلان ما اتجرحش من النمر ولكنه اتصاب من كائن تاني بمخالب اقوى بكتير. فبيسالها دولان هل في حاجه غريبه في الغابه تستدعي ان هو يدخل ويبحث في الامر؟ بترد عليه ماجورو وبتقول له ان هم لازم يتعودوا ان هم يعيشوا في تناغم مع الطبيعه، لان الانسان في نهايته هيرجع ليها. بيتفق معاها دولان وبيضيف كمان وبيقول ان تحدي الطبيعه جزء من سلوك البشر بشكل عام، علشان كده بيصر ان هو يرجع ويحقق في اللي حصل. في النهايه بتتقبل المعلمه ماجورو ان هو يروح، ولكن بشرط ان هو يصطحب اي حد معاه. بتقول كريستينا اللي كانت عايزه تروح الغابه ان هي هتروح مع دولان علشان تساعده، ولكن شيخ القريه بيرفض بحجه ان لو حصل لها حاجه مش هيكون عنده حاجه يقولها لاكاديميه السحر اللي بعتاها. فبتقول سيلينا بصوت عالي انا اللي هروح مع دولان لاني عندي عيون ملعونه وبعرف اتعامل مع السحر واقدر اساعده في مواجهه الوحوش. اقتراح سيلينا هو اقتراح منطقي اكتر بيخلي شيخ القريه يوافق عليه، وبيقول لهم خلي بالكم وكونوا حذرين وارجعوا لنا بالسلامه. تاني يوم بيتحرك دولان وسيلينا على الغابه، وقبل ما يدخلوا الغابه بيتفاجأ بكريستينا اللي عامله ان هي موجوده في المكان ده بالصدفه. بيلاحظ دولان ان كريستينا جايه ومجهزه نفسها. بيقول لها دولان هو انت بتعملي ايه هنا يا كريستينا؟ مش شيخ القريه رفض انك تنضم لينا؟ بتقول له كريستينا انا رايحه في رحله استكشافيه للغابه لوحدي، ماليش دعوه بالموضوع بتاعكم ده خالص، بس بما انكم تعرفوا الغابه اكتر فممكن تساعدوني شويه. بيعرف دولان ان كريستينا مصره وهتعمل اي حاجه علشان تنضم ليهم، علشان كده بيسال سيلينا عن رايها في هذا الموضوع. بتقول له سيلينا انا موافقه ان كريستينا تيجي معانا لان كريستينا خايفه على القريه برضه، فما فيش مانع ان هي تساعدنا في مواجهه الوحوش وهو ده هدفنا كلنا. بيقتنع دولان بكلامهم وبيوافق ان كريستينا تنضم ليهم، وبيبدا الثلاثه في رحله استكشاف الغابه سوا. وفي الطريق بيقابلوا الكثير من شياطين الزرد بيقدروا يقاتلوهم وبيهزموهم، وكل واحد بيستخدم قدراته الخاصه اذا كان بالسحر او بالسيف او بعيون سيلينا الملعونه. وبيلاحظ دولان ان مهاراته في استخدام السيف اتطورت جدا وما بقاش محتاج يستخدم قوه التنين الا نادرا. وبعد ما بيخلصوا على كل الوحوش اللي قابلتهم بتتفاجأ كريستينا بوحش عملاق ظهر قدامها، وبيطلع ان الوحش ده قرد عملاق، وقبل ما تهجم عليه بتوقفها سيلينا وبتروح تتكلم معاه وكمان بتقدم له اكل. ولما القرد بيمشي في امان بيحس بهدوء وبيكون مسالم جدا، حتى كل اولاده بيجروا ويتعلقوا في دولان بشكل مضحك. بتتفاجأ كريستينا بمعامله سيلينا للوحوش وازاي قادره تفهمهم وتحدد مين فيهم اللي خطر ومين اللي مش بيمثل اي خطر. بتقول لها سيلينا ان هم كانوا فقط جعانين ومحتاجين طعام، واثناء ما هم قاعدين وبيتكلموا بيتفاجئوا ببلوره سحريه بتقع عليهم، والبلوره دي
بيكون جواها جنية سحرية مصابة وبتطلب منهم يهربوا بسرعة. فبيحس دولان باقتراب شيء خطير، علشان كده بيقف في وضع الاستعداد هو وكريستينا، وبيأمر سيلينا ان هي ترجع القرود داخل الغابة. وفعلا بتأمر سيلينا القرود ان هم يرجعوا ويستخبوا في مكان آمن. وفجأة بتظهر مجموعة من العناكب الشيطانية مرة تانية، لكن المرة دي هم أقوى من المجموعات اللي فاتت، وده خلى دولان يضطر ان هو يستخدم قوة التنين من تاني، وده بعد ما اتأكد ان مفيش حد من سيلينا وكريستينا واخد باله. فبيحول دراعه لدراع التنين وبيخلص بيه على كل الوحوش بكل سهولة. وبعد ما بيخلصوا على كل الوحوش دي بيجروا فورا على الجنية علشان يطمنوا عليها، واللي وقتها بتشكرهم انه هم انقذوها، وبتقول لهم ان مش انا لوحدي اللي بيتم مهاجمتي، ولكن قبيلتي كلها بتتعرض للخطر بسبب تلك الوحوش. وساعتها بيستشعر دولان ان في شخص بيراقبهم، فبيرفع سيفه بكل هدوء، والمفاجأة انه هو بيحطه على الارض. ولما بتشوفه كريستينا بيعمل كده فبتعمل زيه بالظبط وبتحط سيفها على الارض هي كمان. ودي كانت الاشارة اللي بتخلي مخلوقات الالف يحسوا بعدم وجود اي خطر منهم، فبيبداوا يظهروا واحد ورا التاني وبيطلعوا من ورا الاشجار وبيظهروا انفسهم قدام دولان وسيلينا وكريستينا. في الاول بيكونوا قلقانين منهم، فبيطلب واحد منهم من الجنية ان هي تبعد عنهم فورا، ولكن الجنية بتطمنهم وبتقول لقائدهم ان هم انقذوني ومن غيرهم كان زماني هكون ميتة، هم مش بيشكلوا اي خطر اطلاقا. وكلام الجنية مش بس بيطمنهم، ده بيخلي قائدهم اللي كان خايف يجي ويشكر دولان على مساعدته، وبيقول لهم انا مقدر المساعدة بتاعتكم، ولكنكم لازم تخرجوا من الغابة دلوقتي لان الغابة في وضع مش مستقر اطلاقا وفي خطر عمال يقرب. فبيقول له دولان هل انت قصدك على شياطين الزرت اللي ظهروا في قريتكم؟ بيقول له الالف ظهروا دي كلمة بسيطة ما توصفش اللي حصل، احنا حاليا بنخوض حرب ضد جيش الشياطين داخل الغابة. بتسأله كريستينا بطريقة عدوانية وبتقول له هل عندكم جيش يحمي سكان القرية؟ وانتوا ليه ما بلغتوش المملكة او اكاديمية السحر بهذا الخطر الكبير؟ ازاي اساسا سايب قريتك معرضة للخطر وواقف معانا هنا؟ طريقة وتعامل كريستينا المندفع بيخوف جنود الالف وبيخليهم في وضع الاستعداد للهجوم. فعلى طول دولان وسيلينا بيحاولوا يهدوهم. بيقول قائد الالف اللي اسمه جيو ان دي سياسة قبيلتهم وان ممنوع البشر تساعدهم او تتدخل في شؤونهم. فدولان بيظهر رفضه للقانون ده بحجة ان هم مش هيقدروا يخلصوا على الوحوش دي لوحدهم ولا بد ان هم يساعدوهم. بيظهر على جيو ملامح التردد، فبتيجي اخته فيو وبتقول له ان هؤلاء البشر شكلهم ناس طيبين جدا وانا مقدره المسؤوليه اللي عليك كقائد لينا، لكن حياه القرويين من الالف دلوقتي اهم من اي قانون. دول واضح جدا نيتهم الصالحه وكمان هم اقوياء يقدروا يساعدونا. بيبص جيو لباقي الالف فبيلاقيهم كلهم متفقين مع كلام اخته، فبيوافق جيو في النهايه وبيطلب المساعده من دولان، بس بيفكرهم وبيحذرهم ان المساعده دي هتعرض حياتهم للخطر. بيقول له دولان ما تقلقش احنا ما عندناش مانع ان احنا نواجه الخطر، وبيسلم الاتنين على بعض علشان يعلنوا اتحادهم. ولكن قبل ما السلام يكمل بيسمعوا صوت انفجار عالي. بيحس دولان باحساس غريب، احساس بحضور شيء قوي شيء مرعب. بيستوعب دولان ان في بوابه من عالم الشياطين اتفتحت، وفعلا في احد الاماكن في الغابه بتظهر بوابه عملاقه مرعبه بيخرج منها 3 وحوش شيطانيه. في الوقت ده دولان بيرمي تعويذه سحريه على كل اللي معاه علشان يسرع من خطوات مشيهم ويوصلوا للقريه بسرعه. وبنشوف وصول 3 فرسان من الشياطين. بيكلم شيطان اسمه جيلان، الشيطان التاني صاحب الدرع الرمادي، وبيقول ان هدفهم هو تمهيد الطريق للي جاي بعدهم. وبيسأل شيطان تاني اسمه جيلين عن الشيطان الرابع جيورج، وجيورج ده هو الاقوى بينهم، وبيسأل هو فين وليه ما وصلش لحد دلوقتي. بتقول رافلا جيورج اقوى واحد فينا ومحتاج وقت اطول علشان يقدر يخرج من العالم السفلي. عبوره من البوابه محتاج كميه طاقه سحريه كبيره جدا. بتقول لهم رافلا بعد كده انا حاسه بان قبيله الالف قريبه من هنا، فايه رايكم ان احنا نتراهن مين يقدر يوصل لهم اسرع ويقتل اكبر عدد منهم؟ يخرب بيتكم ده انتوا شياطين فعلا. بيتحمس جولت للفكره وبيطلع يجري وهو بيقول انا اللي هقتل الالف الاول. وبيبدا جولت المسابقه وبيهجم على قريه الالف من الاتجاه الشمالي، وفي نفس الوقت بيوصل عدد كبير من الزرت اللي خرجوا من البوابه وبيوصلوا لقريه الالف. والمدافعين بداوا يرمون بالاسهم وبيقدروا يخلصوا على عدد كبير من تلك الوحوش، ولكن التهديد الاكبر بيظهر بعد كده واللي هيقلب كل الموازين. بيوصل جولت احد فرسان الشياطين، بيوصل هناك وجنود الالف بيرموا بوابل من السهام، ولكن بسبب درعه الصلب فالسهام مش بتاثر فيه خالص. وبيتقدم جولت وبضربه واحده بيدمر المنطقه اللي فيها الالف كلهم. وفي نفس الوقت بتوصل اخبار لجيو ان الشياطين بتهاجم القريه من جهه الشمال، فلازم يخش القريه من جهه الجنوب ويجمع تعزيزات من جنود الالف داخل القريه. واثناء ما هم رايحين القريه بيعترض طريقهم شياطين الزرت. والناحيه التانيه جولت
جولت عمال يتباهى بقوته ان هو خلص على عدد كبير من الالف بضربة واحدة فقط، وان اكتر حاجة هو بيحبها اصوات صراخ الالف وهم بيموتوا. وفي لحظة بيقترب جولت من واحد من الالف اعزل وبيقول له انت نلت الشرف انك تشوف رمحي مرة تانية قبل ما تموت. وفي اللحظة الاخيرة قبل ما يقتله بيقف فجأة وبنشوف جذر بيتمدد على جسمه وبيكتفه، وبنسمع صوت امرأة بتقول للالف اهرب فورا. بيحاول جولت ان هو يفك الجذور اللي حواليه ولكنها بتمتص طاقته السحرية. الالف بيقف بعيد وبيبص وبيكتشف ان اللي انقذته كانت ديدورا، وجيو وجنوده بيواجهوا الاعداء على حدود القرية. وفي نفس الوقت دولان بيستخدم قوته العتيقة، قوة التنين الاسطوري، وبينزل بوابل من السهام السحرية من السماء بتنزل على شياطين الزرت وبتدمر عدد كبير منهم. وكريستينا كانت بتقطع الشياطين دي بسيفها السحري، وسيلينا كانت بتساعدهم هي كمان بالسحر اللامية الخاص بيها. جيو بيفتح طريق بين الاشجار اللي عامله حاجز وهمي علشان تخفي الطريق لقرية الالف، وفعلا بيظهر الطريق وجيو بيقول هو ده الطريق اللي هيوصلنا للقرية بسرعة. ودولان بيقرر ان هو يسلم لكريستينا وسيلينا كل واحدة منهم بلورة سحرية، بالاضافة لان هو كمان هيكون معاه واحدة، والبلورة دي بتزود القوة وبتعززها، وده بيساعدهم ان هم يخلصوا على الوحوش بشكل اسرع. وفعلا بيفضلوا يقتلوا في الوحوش وبيتقدموا لحد ما بيوصلوا للمدخل الجنوبي للقرية. وساعتها الثلاثة بيتصدموا من جمال وروعة قرية الالف. ولكن معلش يا جماعة مش وقت انبهار، الناس عمالة تموت. جيو بيقول لهم ارجوكم انبهروا بعدين لازم نتحرك بسرعة. وفي الجانب الاخر في الاتجاه الشمالي من القرية بتقول الساحرة ديدورا لجولت انت دمرت قريتي، انت دمرتها وقتلت ابنائها، علشان كده لازم تدفع الثمن. وبتبتدي ديدورا تخنق جولت بجذورها وبتحاول بكل قوتها تقضي عليه، ولكن للاسف في الوقت ده بتظهر الشيطانة رافلا وبتقدر بقوتها ان هي تدمر كل جذور وافرع ديدورا. وساعتها بنعرف ان رافلا بتملك نفس قوة ديدورا، بس قوتها نابعة من عالم الشياطين وده الاختلاف بينهم. علشان كده بتقول لها رافلا انت لازم تواجهيني انا الاول قبل ما تنتقمي من اي حد تاني. بس جولت بيتضايق وبيقول لرافلا انا مش محتاج مساعدتك، انا اقدر عليها لوحدي. يا عم بلاش النفخة الكدابة دي، هو انت كنت قادر تتحرك؟ بس رافلا بتطنشه وبتبدا معركتها مع ديدورا اللي بتستدعي سحر الازهار. ولكن ديدورا بتلاقي ان سحرها ده بيختفي تماما ومهما بتستدعيه مش راضي يظهر. بتقول لها رافلا بكل خبث اصلا وانا معديه على القريه شفت ازهارك الجميله على الطريق ولعبت فيهم شويه، منهم اللي حرقتهم ومنهم اللي قطعتهم من جذورهم، بس افضل حاجه كانت الزهور الحمراء اللي كانت عماله تصرخ وانا بعذبهم. وهنا ديدورا بتزعل وبتتصدم من اللي حصل لازهارها وبيملاها غضب ورغبه في الانتقام من رافلا. علشان كده بتستخدم جذور واشواك الازهار وبتهجم بيها رافلا فورا، الهجوم اللي بيجرح وش رافلا وبتخليها هي الاخرى غضبانه جدا. بتقول لها ديدورا حتى لو دمرتي ازهار العزيزه فاشواك الازهار مش هتسيبك. وهنا بيزداد غضب رافلا لما بتشوف الدم على وشها، ولما بتتاكد من قوه ديدورا وبتبتدي تستعد لبدء هجومها هي كمان. وجولت بيستعد قوته وبيجري باقصى سرعته ناحيه ديدورا رغم صراخ رافلا عليه ان ديدورا هي فريستها، ولكنه بيتجاهلها وبيهجم برمحه على ديدورا. بتحاول تتصدى لهجمه جولت ولكن الامر صعب جدا، الاتنين بيتناوبوا بالهجوم عليها وهي عماله تحاول تتصدى ليهم. بتفكر ديدورا ان هي لو ما قدرتش تهزمهم هيكون موت اصدقائها راح على الفاضي. وديدورا برغم كل الهجمات اللي بتتلقاها بتفضل صامده ومتماسكه، بتقع على الارض وبتدرك ان هي مش هتقدر تجاري الاتنين دول في القتال لوحدها ابدا. وفي نفس الوقت هي مش عايزه تموت قبل ما تنتقم لاهلها واصدقائها. وجولت ورافلا بيجروا باقصى سرعه ناحيتها وبيستعدوا ان هم يضربوها الضربه القاضيه، بس في اخر لحظه بتترمي تعويذه غريبه على الوحشين دول بتخلي كل واحد منهم يروح لحته مختلفه. ومن بين الضباب بيظهر بطلنا دولان وبيقف علشان يحمي ديدورا. بيتفاجأ جولت ورافلا وبيسألها مين هذا الشخص. بيحاول دولان يساعد ديدورا على النهوض، واثناء ما بيمدلها ايده علشان يساعدها بيجي جولت بسرعه من ظهره وكان لسه هيهاجمه، ولكن كريستينا بتمنعه وبتصد ضربته بسيفها. ودولان بيرد الهجوم على جولت اللي بيتفادى الهجمه في اخر لحظه، بس برغم كده دولان قدر يصيبه في رقبته. في اللحظه دي رافلا بتنتهز الفرصه بتحاول تهجم على دولان من ظهره. يا ولاد الغداره، بس فجاه السهم بيتم تصويبه عليها وهي بتقدر تمسكه، بس قوه السهم بتبعدها عن دولان، الشيء اللي بيخليها غضبانه اكتر واكتر. بيقول لها دولان ما تنسيش انك في قريه الالف، يعني السهام ممكن تجيلك من اي حته. ورماة الالف بيجهزوا فعلا علشان يهجموا، بس قبل ما يطلقوا الارض بتهتز والغابه كلها بترتجف والبوابه الشيطانيه بتبدا تخرج منها حاجه كبيره وقويه. رافلا بتبدا تستوعب الموضوع، بتعرف ان جيورج خلاص وصل.
هينفصل وكلها دقايق والمعركة هتبقى في صالحهم. وفعلا وحش مرعب بدأ يظهر من البوابة. جولت بيقول انا مش هسمح ان جيورج يخطف مني الاضواء ويخلص عليكم كلكم. بس جولت فجأة بيلاقي نفسه مش قادر يتحرك من مكانه، وده بسبب قوة اللامية وعيونها الملعونة. سيلينا اخيرا وصلت وبتتقدم للامام بكل ثقة. بتغضب سيلينا جدا من هؤلاء الوحوش وبتستخدم غضبها في شن هجوم عبارة عن مجموعة من الافاعي السحرية اللي بتقيد حركة جولت وبتثبته مكانه. بتحاول رافلا ان هي تهجم على سيلينا ولكن بيمنعها دولان بهجمة سحرية وبتمسكها ديدورا وبتوقعها على الارض. واخيرا بيظهر الشيطان الثالث جيلين وبيطلب مواجهة سيلينا وبيقول لجولت انت ضعيف. فكلامه بيشعل غضب جولت وبيخليه يقدر يتحرر ويفك القيود اللي عملتها سيلينا عليه. وبيصرخ في جيلين وبيقول له لا دي فارستي انا. بيهجم جولت على سيلينا ولكن كريستينا بتتدخل في الوقت المناسب وبتتصدى للهجوم بتاعه، بل وكمان بترد عليه بضربة بتخليه مصدوم. جولت تفاجأ من ردة فعل كريستينا وبيقول ان كريستينا اكيد مش بشر عادية. بتقول له كريستينا هو انت لسه شفت حاجة؟ والاول مرة كريستينا بتوقظ قوة سيفها إليزابات اللي بيتوهج فجأة وبيكشف عن قوته الحقيقية. كريستينا بتهجم على جولت بضربة قوية وسريعة بتجرحه في رقبته. بيتعصب جولت جدا وبيهجم على كريستينا. وفي نفس الوقت ده سيلينا بتواجه جيلين وبواسطة سحر الارض بتاعها بتقدر تكتفه هو كمان. وبتقول لدولان سيب لي الشيطان ده انا هقدر عليه. بتهجم عليه سيلينا بضربة سحرية قوية جدا بس بتتفاجئ ان هو ما تأثرش نهائيا وبيبدأ كمان يستهزئ بيها. بتستدعي سيلينا هجوم الافاعي مرة تانية علشان تقيد جيلين ولكن جيلين بيتريق عليها برضه وبيقول لها انا سايبك تلعبي كده براحتك لما نشوف هتعملي ايه في الاخر. بيتحداها ان هي تخنقه بجد لحد ما يموت. جيلين هنا بيعرف ان عزيمة سيلينا ضعيفة وما تقدرش تموت حد ابدا، فبيقول لها انت ضعيفة وما تستحقيش تكوني جوه هذه المعركة. وبيوقف هجوم سيلينا بكل سهولة وبيقول لها دي حرب انت بتعملي ايه هنا، وبيهجم عليها بالفاس اللي معاه. ولكن دولان بيلحقها في اخر لحظة وبيصد هجوم جيلين وبلكمة سحرية منه بيطيره لبعيد. جيلين دلوقتي هو المصدوم لما حس بقوة ضربة دولان اللي فجأة بيقول ان المعركة دي هتكون لصالحنا. بس فجأة الصمت بيسود المكان لان في وحش مرعب بيظهر من بعيد شكله اقرب لتنين ضخم جدا بيعمل تسجيل دخول جامد جدا. دولان بيعرف ان هو ده الفارس الشيطاني الرابع والاخير وبيحس بمدى الهالة القوية والمرعبة اللي خارجة منه. الشيطان ده في مستوى مختلف تماما عن الشياطين اللي عمالين يقتلوهم. بيعتذر جيورج لجيلين على تدخله في القتال فبيقول له جيلين لا براحتك خالص احنا محتاجين مساعدتك اساسا. بيلاحظ دولان ان الوحش ده مش جاي يهزر، ده خبير معارك من الدرجة الاولى وواضح ان هو بيدور على القتالات القوية من اجل الاثارة فقط. جيورج كان مبسوط بوجود خصم زي دولان قدر يتعب رفاقه ويتفوق عليهم كمان. جه دور جورج، هل دولان هيقدر ان هو يتفوق عليه؟ دولان بيقف قدامه بدون اي تردد او خوف وبيهجم عليه بكل قوته. بيقول له انا اسمي دولان وعايزك تفتكر الاسم ده كويس. جيورج بيقول له اسمك بيفكرني بحد كنت اعرفه بس اكيد انت مالكش علاقة بيه. والاتنين بدأ بينهم القتال ودولان بيضطر ان هو يستخدم قوة التنين لازم يا اصدقائي علشان يقدر يجاري قوة جيورج المرعبة. دولان قادر يصد ضربات جيورج وجيورج بدأ يحس ان في حاجة غريبة في دولان بياخد كام خطوة لورا وبيبدأ يلاحظ ان جيورج ممكن ياخد باله من هالة التنين بتاعته بس بيقرر ان هو يتجاهل الموضوع ده لانه هو مش هيقدر يعمل حاجة في الوقت الحالي بدون ما يستخدم تلك القوة. دولان بيهجم بضربة قوية وجورج بيصدها بالدرع بتاعه. بيهجم جيورج على دولان بهجمات متتالية بس دولان بيتصدى برضه لكل ضرباته ببراعة. القتال قوي ومتكافئ بينهم بشكل مرعب. بيرمي عليه دولان تعويذة انفجار ولكن جيورج بيصدها بسيفه بكل سهولة. وكريستينا وسيلينا بيتابعوا المعركة بترقب وقلق شديد جدا. ودي دورة بتبدأ تتساءل مين الشخص ده قصدها على دولان وازاي هو قوي كده. ودولان اثناء معركته بدأ يدرك بعض الاشياء ان جيورج ممكن ما يكونش شيطان زي ما هو فاكر، ممكن يكون اتجسد في العالم السفلي زي ما حصل معاه بالظبط في عالم البشر. بيسأله دولان هل انت كنت حاكم سابق في ارض الالهة؟ بيقول له جيورج انا مش قادر اتخيل ان في بشري بالذكاء والعلم ده كله. وجيورج هو كمان بيتأكد ان الشخص اللي قدامه ده مش شخص عادي اطلاقا. وبيرجع جيورج يهجم بالسرعة على دولان بسيوفه لكن دولان بيصد كل ضرباته برضه. وبعد كده دولان بيقدر يضربه ضربة خاطفة بسيفه بتجرحه ولكنه مجرد جرح سطحي ما بيسببش اي ضرر كبير لجيورج، بل بالعكس الضربة بتخليه يتحمس اكتر. جيورج شكله كده بيحضر لهجوم قوي جدا بس ساعتها بيتدخل جولت ورافلا وبيهجموا على
دولان وهو مش واخد باله. كريستينا وسيلينا بيحاولوا يساعدوه ولكن جيلين بيعترض طريقهم، ولكن دولان قدر يتصدى لهجوم الاتنين عن طريق تعويذة الرياح، ودي بالتأكيد حاجة ما كانش هيقدر يعملها من غير هالة التنين اللي بيستخدمها. وجيورج واضح ان هو بدأ يحترم دولان بشكل كبير، بيعتذر ليه عن اللي هم عملوه وتدخلهم في القتال، ولكنه كان واثق ان هم مش هيأثروا فيه بهجومهم الضعيف ابدا. وبيقول لدولان لو قدرت تتصدى للهجوم الجاي هعتبرك خصم وند ليا. وبيجمع جيورج طاقته الرهيبة وبيطلقها ناحية دولان في هجوم مرعب. سيلينا بتخاف وبتبص على دولان، ولكن دولان هادئ خالص وباصص لها وهو مبتسم. ودولان بدل ما يتفادى الهجوم بيشق نصين بسيفه بشكل جامد قوي. جيورج بيتصدم من قوة دولان ومهاراته، وكمان بيلاحظ وبياخد باله ان دولان مش بيستخدم كل قوته كمان. يا نهار ابيض على الجنون. دولان خايف يستخدم كل قوته لحسن اللي حواليه يتأذوا. بيقول له جيورج انت مش هتقدر تقاتل طول ما انت خايف وقلقان على اللي حواليك. وبشكل غريب جيورج بيعرض على الالف ان هم ينضموا ليه ويكونوا اتباعه، والا هيقتلهم وهيدمر قريتهم، وهم ليهم الحق في الاختيار وهيسيبهم مده يفكروا في عرضه. والمره الجايه هيرجع بجيش كبير ومش هيرحم حد اطلاقا. وبينده على الشياطين التانية والوحوش وبيقول لهم توقفوا عن القتال. وبيبص جيورج في عيون دولان وبيقول له ان بعد 3 ايام انا هرجع ومش هرحم حد وكفايه عليكم كده الليله دي. ودولان اللي ما تاثرش ولا خاف خالص بيقول له وانا مستنيك لما تيجي المره الجايه. جيورج بيضحك وبيمشي هو واتباعه. وجيورج وهو طاير بعيد مش بيكون مصدق ان هو قابل دولان، ما كانش متوقع ان هو يقابله في معركه مباشره. الظاهر كده ان هو كان في شيء يربطه مع دولان ايام ما كانوا تنانين. طبعا المعرفه القديمه اللي ما بينهم يا ترى كانت عداوه ولا صداقه. بنرجع تاني عند جيو اللي بيكون الالف مستنيينه علشان يجاوب على اسئلتهم، فبياخدوه هو ودولان والبقيه عند كبار القريه. لما بيوصلوا عند غرفه الزعيم، زعيم الالف بيسال جيو هم دول بقى اللي انت كلمتني عنهم؟ والجيو بيقول له ايوه. بيشكرهم الزعيم على مساعدتهم ليهم في انقاذ القريه، وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم انا ديو زعيم عشيره الالف، ودول فلايك المستذئب والسين شبيهه العنكبوت. بيعرف دولان ان دول زعماء القبائل التانية اللي موجوده داخل الغابه. بيتكلم ديو على قوه دولان الكبيره جدا، القوه اللي بالتاكيد تتجاوز قوه البشر العاديين. وبيقول احنا محتاجين نسمع راي شخص عايش في المدينه وسط البشر ونشوف رايه ايه في قوتك دي، هل ده شيء عادي؟ بس فجاه احد الابواب بتتفتح وبتدخل منها اوليفيا مديره اكاديميه السحر. بيتفاجأ كل من كريستينا ودولان وسيلينا وبيسالوها انت بتعملي ايه هنا؟ فبتقول لهم انتوا نسيتوا ان انا من الالف ولا ايه، وان القريه دي كمان هي القريه اللي انا اتولدت واتربيت فيها، بس هي سابت القريه لما كبرت علشان تستقر وتعيش في المدينه، ولما عرفت الخطر اللي بتواجهه القريه اكيد لازم تيجي فورا. بيكمل زعيم القبيله كلامه وبيقول احنا دلوقتي عندنا مهله 3 ايام قبل ما الشياطين دول يرجعوا تاني، بس الانتظار هيكون شيء غلط، احنا لازم نباغتهم ونهجم عليهم. مهمتنا اننا ندمر البوابه اللي هم جايين منها، البوابه اللي بتودي على العالم السفلي بتاع الشياطين والوحوش. مجرد ما نقفلها هنتخلص من الخطر بتاعهم بشكل نهائي، علشان كده لازم احنا وباقي القبائل نتحد ونوحد قوتنا ونقضي على ذلك العدو المشترك. بترد عليه اوليفيا وبتقول له انا طلبت امدادات بالفعل من اكاديميه السحر، لكنهم مش هيقدروا يوصلوا في الوقت المناسب، بس لو محتاجين المساعده فمفيش انسب من دولان واصدقائه، لان قوتهم السحريه والقتاليه كبيره جدا وهتخلي لنا افضليه كبيره قدام هؤلاء الشياطين. بيوافق زعيم القبيله على كلام اوليفيا بانضمام دولان وسيلينا وكريستينا للجيش علشان يقاتلوا معاهم، وبيطلب من اهل القريه ان هم يرحبوا بيهم ويوفروا لهم مكان يناموا ويقعدوا فيه. ودولان وكريستينا وسيلينا بيوعدوهم ان هم هيبذلوا كل مجهودهم علشان يحموا قريه الالف، مش القريه بس وانما الغابه بالكامل هيحاربوا الشياطين في سبيل حمايتها. في نفس الوقت دولان بيلاحظ ان ديدورا انزعجت وخرجت من المكان اللي هم قاعدين فيه. بيقرر يخرج دولان ويشوف هي مالها. بيلاقيها دولان واقفه حزينه قدام ازهارها. بيقول لها انا كنت عاوز اتكلم معاكي، بس هي بتقول له انا مش عاوز اتكلم مع حد دلوقتي، انا مش في حاله مناسبه ان انا اتكلم مع اي شخص اطلاقا. بيقرب دولان منها ويا نهار ابيض بيلاحظ ان عندها اصابه قويه جدا. الاصابه دي تلقتها اثناء هجوم الرفل عليها. بيقول لها خليني اشوف الجرح بتاعك. لما بيشوف الاصابه بيتفاجأ من قوه ديدورا وان هي مستحمله اصابه خطيره زي دي. بيطلب منها دولان ان هو يعالج لها الجرح، وبالفعل دولان بيستخدم طاقه التنين بتاعته وبيعالج لها الجرح كانه ما كانش موجود اساسا.
اساسا. بتتفاجأ ديدورا وبتسأله السؤال الصادم، هو انت فعلا انسان؟ بيقول لها يعني اتمنى انك تعامليني على هذا الاساس وما تفكريش كتير في انا ايه تحديدا. بتحترم ديدورا رغبة دولان في ان هو ما يتكلمش عن هذا الموضوع، وبتقول له انا حزينة جدا على الازهار بتاعتي اللي ماتت بدون ذنب. رافلا هتاخد جزائها هي وباقي الشياطين وانا هنتقم منهم بنفسي. بيقول لها دولان وانا هساعدك على تحقيق انتقامك. بتشكره ديدورا على المساعدة اللي عمال يقدمها ليها هي وباقي اهل القرية. في نفس الوقت قدام البوابة الشيطانية بنشوف الفرسان الشياطين الثلاثة وهم متضايقين من اللي حصل لان هم ما قدروش يكملوا مهمتهم ويخلصوا على كل الالف. بس جيورج كان واقف بعيد عنهم وبيفكر في دولان وبيقول انا متأكد ان انا شفته قبل كده وحسيت بالحضور بتاعه، بس الكلام ده كان من زمن طويل جدا. وجيورج بيقعد يعصر افكاره لحد ما اخيرا بيوصل لحاجة مهمة بتأكد له شكوكه. وبنرجع فلاش باك بالزمن لورا في حياة جيورج السابقة واللي كان فيها انسان بشري ومحارب في جيش الام ماريال. وفي معركة من المعارك جيورج وباقي الجنود كانوا بيحاربوا جيش الشياطين، ولكن جيوش الشياطين كانت اقوى منهم بكتير جدا، علشان كده اضطروا ان هم يطلبوا مساعدة من التنين الاسطوري الحاكم اللي هو مين يا اصدقائي؟ ايوه بالظبط زي ما عرفتوا، هو دولان. والتنين فعلا بيساعدهم وبيقدر يتخلص من كل جيوش الشياطين لوحده. وساعتها كان جيورج مبهور بيه ومعجب بقوته الجبارة. بيفوق جيورج من ذكرياته بعد ما بيعرف وبيتأكد ان دولان هو نفسه بلا شك ذلك التنين، بس مش عارف ازاي كان اسطوري زي ده بقى انسان. بيقول انا مش عارف، ولكن انا متأكد من حاجة واحدة فقط، المرة الجاية لما اقابله هتكون اكيد اعظم معركة في حياته وحياتي واللي هثبت فيها ان انا اقوى منه. بنرجع دلوقتي لدولان واللي معاه واللي كانوا قاعدين مع اخت جيو اللي بتحكي لهم عن قرية الالف. اثناء ذلك بيلاحظ دولان ان سيلينا متوترة وايديها بترتعش من الخوف والقلق، ولكنه مش بيرضى يتكلم معاها قدام كريستينا واخت جيو. في الليل واثناء ما الكل نايم بيقلق دولان وبيصحى من نومه. بيخرج بره فبيلاقي سيلينا قاعدة حزينة وبصة للقمر وسرحانة. لما بتحس سيلينا بوجوده بتتوتر وايديها بترتعش تاني. بيقول لها دولان انا مش عارف انام وقمت اشم شوية هوا وبالمرة اتفرج على القرية. وبيرجعوا تاني ينبهروا من جمال القرية وخصوصا منظرها اثناء الليل. بتسأله سيلينا هل انت قلقان من المعركة الجاية؟ بيقول لها دولان ان هو اكيد قلقان. فلما بتحس سيلينا ان في حد غيرها قلقان بتهدى وبتطمن شوية. سيلينا خايفة لا تكون عالة عليهم في المعركة. بتكسر صمتها وبتكلم دولان عن الشيء اللي قلقها وعن مخاوفها. بتقول له انا كنت اقدر اقتل الشيطان اللي انا كنت ممسكها بيه ولكني ما قدرتش. انا عارفة ان هو شخص شرير واذى ناس كتير ولكني ما قدرتش اقتله واتجمدت مكاني. بيقول لها دولان انا دايما كنت فاكر ان مخلوقات اللامية قاسية جدا لحد ما قابلتك يا سيلينا. طيبتك وقلبك الحنون هو اللي خلاني اطلب منك انك تيجي تعيشي معانا في القرية. عاطفتك دي حاجة بتميزك فانا مش عاوزك تغيريها ابدا، ده مش عيب فيكي، ده هو ده الشيء اللي بيميزك يا سيلينا. بتتكسف سيلينا من كلامه اللطيف معاها. بيطلع دولان سوار من جيبه والسوار فيه كريستالة سحرية. بيقول لها دولان الكريستالة دي انا صنعتها بنفسي عن طريق السحر بتاعي. السوار ده هيساعدك لما تلبسيه في المعركة وهيضاعف قوتك ومش هيخليكي تترددي ابدا. وفي الاجواء الجميلة دي كريستينا بتيجي ترمي عليهم غطاء وبتقول لهم انتوا كده هتتصابوا بالبرد يا جماعة، مش هتعرفوا تشاركوا في المعركة حتى. وبعدين من الظلم انكم تقفوا تتفرجوا على المنظر الجميل ده لوحدكم ومحدش ينده عليا. بتنضم كريستينا ليهم وبيقعدوا هما التلاتة يتأملوا في منظر القرية الجميل، المنظر اللي ممكن ما يدومش لو ما قدروش يوقفوا خطر الشياطين. بتتكلم سيلينا وبتقول انا لازم انتصر على نفسي في المعركة الجاية، انا خلاص ما بقتش خايفة ولا هتردد تاني. شكرا يا دولان انك ساعدتني اتغلب على خوفي. كلام سيلينا اللي فيه دفعة معنوية كبيرة بيفرح كريستينا ودولان، بيخلوهم يشجعوها وبيقولوا لها انت بالتأكيد تقدري يا سيلينا. انا حاسس ان القعدة دي يا اصدقائي قلبت تنمية بشرية. المهم ان تاني يوم بيجهزوا للمعركة، بس بيعرفوا ان في 3 بوابات شيطانية، بوابتين فرعيتين وبوابة رئيسية، وبيتم تقسيم الجيش لنصفين للقضاء على البوابتين الفرعيتين. انما البوابة الرئيسية فدي مهمة دولان واصدقائه اللي بيتحركوا وبيركبوا في عربية هتوصلهم لتلك البوابة. ولكن وهم في منتصف الطريق بيتفاجئوا بسيلينا وهي بتنط من العربة وبتقول لهم انا هروح اساعد جيو وباقي الالف اللي في المقدمة. ودولان وكريستينا بيكونوا مش عايزينها تنفصل عنهم علشان خايفين عليها، بس سيلينا بتطمنهم وبتقول لهم ان مفيش حاجة تقدر تقف قدامها. بيوافق دولان بصعوبة وبيكمل طريقه هو وكريستينا ناحية البوابة، وسيلينا بتحس ان هي واثقة وقادرة ان هي تتعامل مع هذا الوضع. وبنشوف ان جيورج كان متوقع هجوم الالف وبيحس بيهم، علشان كده بيرسل كل
كل تابعيه من الوحوش والشياطين علشان يدافعوا عن البوابات، وكان متحمس جدا لمواجهة دولان من جديد. وقدام احدى البوابات بنشوف جولت بيتواجه مع مجموعة من جيوش وسكان الغابة، وعندي بوابة تانية بتظهر ديدورا علشان تقاتل رافلا لان هي عاوزة تنتقم منها. وفي نفس الوقت برضو جي وجنود الالف بيقاتلوا جيلين، بس كل هجماتهم كالعادة مش بتأثر فيه نهائيا، ورغم عددهم الكبير لكنه عمال يدمر فيهم بكل سهولة، وبيفضل يضحك وبيقول لهم ان هجماتكم الضعيفة دي مش هتأذيه ابدا. والالف بيرفضوا الاستسلام وبيحاولوا تاني يهجموا، بس ساعتها بيتفاجئوا بصخور عملاقة بتسقط من السماء على جيلين، وبيدفن تحت تلك الكومة من الصخور. وزي ما توقعت سيلينا هي اللي هجمت عليه، حتى هي بتنبهر بالهجوم بتاعها اللي اقوى من المعتاد. جيلين بيستغرب وجود سيلينا في المكان ده لانه هو كان فاكر ان هي هتروح مع الباقين للبوابة الرئيسية. بيقول لها جيلين هجمتك كانت قوية وشكلك كده هتمتعيني شوية. بتوعده سيلينا ان هي هتمتعه على الاخر لدرجة ان هي هتخلص عليه. في نفس الوقت دولان وكريستينا رايحين للبوابة الرئيسية، وملامح كريستينا كلها قلق وخوف على سيلينا لان هي حتى لو كانت مع جيو والباقيين فمش متأكدة من قدرتها على هزيمة جيلين. بيقول لها دولان ان هو كمان مش متأكد ان سيلينا هتقدر تتعامل مع جيلين من غيرهم. كلام دولان بيخوف كريستينا اكتر لدرجة ان هي كانت عايزة تروح تساعد سيلينا، لكن دولان بيوقفها وبيقول لها انا واثق في سيلينا، خلاص هي هتقدر تتعامل، ده غير ان انا اديتها صوار فيه سحر قوي جدا وهيساعدها في المعركة، فما تخافيش عليها قوي، هي اقوى بكتير من المعركة اللي فاتت. وبرغم كده كريستينا برضو لسه قلقانة ومن جواها عاوزة تروح تساعد سيلينا، بس خلاص الكلام ده مش هينفع لان هم بالفعل قربوا من البوابة الرئيسية اللي موجود عندها جولت، واللي شغال تدمير ودعس في كل الجنود، جنود من قبائل مختلفة ولكن قوتهم ضعيفة مش بيقدروا يعملوا اي حاجة قصاد هذا الوحش المرعب. واثناء ما بيستعد علشان يطلق هجوم على اشباه العناكب دول بتتدخل كريستينا بضربة منها بتطير جولت بالعربة اللي كانت سايقاها. بتقول كريستينا للموجودين ان هم يجمعوا اكبر عدد ممكن من الناجيين وينسحبوا باسرع ما يمكن. بيقوم جولت من الارض وبيتفاجأ لما بيشوف كريستينا لانه هو كان متوقع ان هو يقاتل دولان، بس كريستينا برضو قوية ومش سيئة اطلاقا، وهيسيب دولان زي ما هو متوقع لجيورجي يخلص عليه. بتقول له كريستينا اعذرني بس انا مستعجلة فعاوزة اهزمك بسرعة. بتطلع سيفها الاسطوري وبتفعل قوته السحرية. جولت بيتحمس وبيقول المعركة دي شكلها هتكون لحد الموت، يعني هتكون معركة ممتعة، وبينطلق باقصى سرعته على كريستينا وبيحاول يهجم عليها، بس بتتفادى ضربته وبترد عليه بضربة قوية بسيفها، وهو كمان بيتصدى لتلك الضربة. وجولت بيستمر في الهجوم عليها بس هي بتتفادى هجماته بكل براعة، وبتقفز بسرعة الاعلى وبتوجه له ضربة مباغتة في راسه بتسبب له اصابة بسيطة. بيقول لها جولت ان هو معجب بقدراتها كإنسانة خارقة، بس كريستينا برضو مش فاهمة قصده ايه، يعني ايه إنسانة خارقة اساسا. في الناحية التانية دولان عمال يجري في اتجاه البوابة الرئيسية، وعلشان يوفر وقت ويوصل بسرعة فبيتحول وبيخرج جناحاته بتاعة التنين وبيطير في السماء. وعند احدى البوابات المواجهة المنتظرة بين رافلا وديدورا، والمرة دي علشان محدش يتدخل رافلا بتعمل قبة من الجذور حواليهم وكونت كرة سحرية وبتطلقها على ديدورا. رافلا مبسوطة بالقتال وحاسة ان هي جاية تستمتع، على عكس ديدورا اللي غاضبة جدا لان رافلا بتهاجمها بارواح وطاقة حياة رفقائها واصدقائها اللي رافلا بقوة السحر بتاعها سلبت منهم حياتهم. بتستمر رافلا في اطلاق هجماتها، وديدورا بتتصدى للهجمات بالجذور السحرية بتاعتها وبتحاول تباغت رافلا بالهجوم المضاد، بس رافلا بتستخدم ضباب بيمتص طاقة الحياة واللي بيدبل جذور ديدورا فورا. ديدورا حاليا اصبحت في مأزق وكل اللي تقدر تعمله هو الدفاع فقط، ورافلا طاقتها مش هتخلص بسهولة لان هي بتستمد طاقتها من البيئة اللي حواليها. ديدورا بتضطر تطلق قوة كانت حبساها جواها من زمان، ورغم ان هي كانت تتمنى ان هي ما تستخدمش القدرة الشريرة دي تاني ولكن للضرورة احكام. مواجهة شيطانة بقوة رافلا هي بالتأكيد الوقت المناسب علشان ترجع تلك القوة، ورافلا بتتفاجأ لما بتكتشف قوة ديدورا اللي شبه قوتها بالظبط، لكن غرورها بيأكد لها ان هي لسه اقوى منها. بتتحدى ديدورا وبتقول لها يلا نشوف مين فينا هيمتص روح التاني الاول، وبيبدأ الهجوم بس رافلا كانت اقوى وقادرة ان هي تمتص روح ديدورا. بيبان عليها ان هي مستمتعة باللحظة دي وديدورا بتعاني قدامها، وشكل كده ديدورا الضعيفة هتخسر، بس يا نهار ابيض ده اللي كانت عاوزة تخلي رافلا تحس بيه. حتى لو كانت رافلا بتمتص جزء كبير من روح ديدورا ولكن ديدورا كانت جاهزة بهجوم مباغت ومدمر. بتفضل رافلا تتباهى بان هي خلاص بتقضي على ديدورا وقد ايه روح ديدورا طعمها لذيذ جدا. بتقول لها ديدورا كويس ان هي عجباني
عجباكي، استمتعي بنكهة الروح دي كويس لان هي اخر حاجة هتدوقيها في هذه الحياة. وفجأة بتتوقف رافلا مرة واحدة ووشها في حالة صدمة. رافلا فجأة بتحس بألم شديد في خدها، وبعد لحظات في وردة سوداء بتنبت في وشها. رافلا بتصرخ من شدة الألم وبتبدأ ورود سوداء تخرج من كل جزء من أجزاء جسمها. رافلا بتغطي جسمها كله بالجذور وبتعصر جسمها وهي مش فاهمة ازاي ده بيحصل. فبتيجي ديدورا بهدوء وبتشرح لها ان هو اثناء معركتهم اللي فاتت هي زرعت بذور ورد صغيرة جوه جسم رافلا، وده لما هجمتها وجرحتها في وشها والبذور دي فضلت تنبت في جسمها. ديدورا كانت عارفة ان رافلا المغرورة مش هتكون حذرة كفاية علشان تحسب حساب هجوم زي ده. فمن الاخر يا صديقي المعركة دي كانت محسومة من البداية، وديدورا كانت عارفة ان هي هتنتصر فيها. والورد بيستمر في النمو في جسد رافلا. بتصرخ رافلا وهي بتقول انا اميرة الزهور، المفروض ان انا اللي بمتص حياة الاخرين، مش ممكن يحصل فيا كده. وبتنتهي رافلا وبتصحك وبتموت موتة شنيعة. وديدورا انتقمت لازهرها واهلها واصدقائها، بس بعد ما استنزفت بشكل كامل لدرجة ان هي مش قادرة تتحرك من مكانها. ساعتها بيستغل مجموعة من الشياطين الموضوع ده وبيهجموا عليها، وكانت ممكن تكون النهاية بالنسبة لها، بس لحسن الحظ دولان بيوصل في الوقت المناسب وبيهجم على الوحوش بالسهام السحرية اللي بتخلص عليهم كلهم فورا. بيستخدم دولان سحر الشفاء على ديدورا علشان يساعدها في التعافي، وفي نفس الوقت بيستخدم السحر بتاعه كتنين وبيدمر البوابة الفرعية. لما ديدورا بتفوق بتسأل دولان ايه اللي حصل، بيقول لها ان هي فقدت الوعي وحطها في دايرة شفاء، وبيقول لها طول ما انت جوه هذه الدايرة هتكوني في امان من هجمات الشياطين، وكمان جسدك هيتعافى بشكل اسرع. بس ديدورا بتحاول تقوم ولكنها مش قادرة، لسه ما عندهاش طاقة كافية للنهوض. بيقول لها دولان استريحي ما تتحركيش، عند الالف لسه بيحاولوا بكل طاقتهم ان هم يتصدوا لقوة جيلين. ويا نهار ابيض بنشوف سيلينا بمنظر مرعب جدا. سيلينا مرمية فوق الشجرة وجذع كبير مخترق جسمها وهي فاقدة للوعي تماما. الالف بينزلوا سيلينا وبيفوقوها، وفيو وجيو بيحاولوا يعالجوا اصابتها القوية جدا. سيلينا بالعافية كانت واعية، وبما ان محدش منهم بيعرف يستخدم سحر الشفاء فالافضل ان هم يتركوا الفرع ده جواها علشان لو خرج هيسبب لسيلينا اضرار اكتر. بتبص سيلينا للجذع اللي مخترق جسمها وبتترعب اكتر. لما جيو بيشوف خوفها كده بيقرر ان هو يطلع الفرع ده من جسمها. جيو بيخرجه بالفعل، وده اللي بيخلي سيلينا عندها ثقب كبير في جسمها شكله مرعب، وده بالتاكيد هيسبب لها نزيف خطير ممكن يموتها. ولكن السوار اللي كانت لابساه سيلينا واللي فيه كريستالة صنعها دولان في خاصية شفاء تلقائية، فإصابة سيلينا بتلتئم بشكل سريع. سيلينا حرفيا رجعت من الموت، وبيطمن جيو وفيو ان هي بخير. بس مفيش وقت للفرح دلوقتي لان جيلين هيهجم عليهم في اي وقت. بيقول فيو لسيلينا حاولي انك تتحملي على اصابتك وتهربي، امشي لحد ما تخرجي من الغابة. امشي يا سيلينا وما تبصيش وراكي ابدا علشان لو بصت اكيد هترجع وهتبقى عايزة تقاتل. بنرجع تاني لمعركة كريستينا مع جولت، والقتال كان ماشي كويس ومتكافئ لحد اللحظة اللي جولت قال فيها لكريستينا ان هو كان متوقع تحدي اكبر من كده منها لان هي انسانة خارقة، ولكنها بتظهر له مرة تانية ان هي مش فاهمة كلامه. بتطلب من جولت ان هو يشرح لها قصده ومين هم البشر الخارقين. بيتفاجأ جولت ان مفيش حد قال لها على قوتها قبل كده. بيشرح لها جولت عن البشر الخارقين وان هم على قمة الجنس البشري، برغم ان هم بشر عاديين الا ان هم عندهم قوة وذكاء مفيش اي بشر تانيين بيقدروا يوصلوا لهم. ولكن البشر دول بيتعاملوا معاملة بشعة وعنصرية من البقية، اقل حاجة ان هم بيسخروا منهم، وبالفعل دي حاجة كريستينا كانت متعودة عليها. جولت بيوصف البشر الخارقين دول ان هم اعداء مرعبين ليهم وممكن يكتسبوا قوة كافية لتدمير كل الشياطين، وبيقول ان هو محظوظ ان هو بيقاتل احد هؤلاء البشر الخارقين اللي واضح ان هم دول اعداء الشياطين والوحوش. حتى اقوى تنين عريق اللي هو دولان لما مات على ايد بطل، مات على ايد بطل من نسل البشر الخارقين دول. بيقول لكريستينا يلا وريني بقى قوة البشر الخارقين الحقيقية. كلام جولت بيحمس كريستينا وبيخليها مصممة ان هي تقتله. بتجمع كل طاقتها السحرية في سيفها. بتقول له كريستينا شكرا على هذه المعلومات، وبتهجم عليه وبتقطعه حتت. وقبل ما يموت بيقول جولت يا ترى ايه كان شعور التنين العتيق لما قتلوا واحد منكم. بس قبل ما يخلص جملته بتنقض عليه كريستينا وبتطير رقبته في لمح البصر. بيموت جولت وكريستينا بتقول له الامر واضح، التنين اعتبر الانسان الخارق صديق ليه، ولكن الانسان ده خان صديقه. وبالفعل يا صديقي زي ما قلنا دولان وهو تنين لما حس بالخيانة من
صديقه البطل البشري الخارق مرضيش يقاومه وقرر ان هو يستسلم للموت في سلام. وعند البوابة الرئيسية المعركة الأقوى، دولان ضد جيورج بيظهر لدولان احترام كبير وبيقول له ان هو عرف هويته الحقيقية. بيقول له دولان يعني انت بعد ما عرفت هويتي لسه عندك الجرأة انك تطلب انك تواجهني؟ انت مفروض مدرك مدى قوتي. بيقول له جيورج ان هو من ساعة ما شاف دولان بيقاتل مع معلمه السابق وهو عايز يواجهه، هو معجب بيه. بيقول له انت دلوقتي بعد ما اتولدت من جديد كإنسان، فالسيف دلوقتي هيقدر يخترق قلبك. بيقول جيورج لدولان انت مش هتقدر تستخدم كامل قوتك في هذا العالم، تعال للعالم السفلي، عالم الشياطين، هناك المكان اللي دولان هيقدر يستخدم فيه كامل قوته كتنين. وبيوافق دولان وفعلا بيروح معاه. بنرجع لسيلينا اللي لسه برضه مترددة في موضوع القتل، حتى لو كان الشخص اللي هتقتله ده هو عدوها. بس سيلينا لو ما عملتش كده وقاتلت حتى الموت، اصدقائها هيتأذوا وممكن يموتوا. وفيو لسه بتطلب منها ان هي تسيب المكان وتهرب، ولكن سيلينا طبعا مش هتهرب كده بسهولة، مش هتقدر تسيب اصدقائها اللي بيحطوا حياتهم في خطر علشان يساعدوها فقط تهرب. جيلين طوال المعركة مع الإلف في غياب سيلينا ما كانش واخد الأمر بجدية إطلاقا، وبدأ يزهق من التعامل مع جنود الإلف الضعفاء، وبيخرج من بطنه أطراف ضخمة في سيوف في نهايتها. وبنعرف إن هو يقدر يغير جسمه بحرية علشان يناسب احتياجاته. وبيقرر إن هو خلاص هينهي على الجميع وينهي هذه المعركة. وسيلينا بتسمع صوت الإلف وهم بيتقتلوا من جيلين، ولكن هي برضه حالتها سيئة جدا، مش قادرة تقف بسبب إصابتها. بتبص سيلينا للكريستالة السحرية اللي خدتها من دولان، وبتطلب منها ان هي تمدها بالقوة اللازمة اللي تقدر بيها تحمي كل اصدقائها، تقدر بيها تحمي كل الالف اللي عمالين يتأذوا من جيلين. في نفس الوقت جيلين بيبقى خلاص هيخلص على جيو بعد ما دمر جسمه، بس سيلينا بتظهر وبتخرج سلاسل سحرية من الارض بتقيد جيلين. بيتفاجأ كل من فيو وجيو من ظهور سيلينا، لانهم كانوا ناويين خلاص يضحوا بحياتهم علشان تقدر هي تهرب. بتقول سيلينا انا لسه قادرة اقاتل. جيلين بيفرح بعودة سيلينا وان هي هتقاتله تاني، وده في النهاية لان هو شايفها قوية بس هي جبانة شوية. بيفك قيودها وبيهجم عليها باطرافه الطويلة. بتستدعي سيلينا روح افعة اللامية الخاصة بيها، وبتقدر تدمر جميع اطراف جيلين. وبتخرج قبضة ضخمة بتخرج من الارض وبتوجه بيها ضربة قوية لجيلين بترميه لبعيد. واثناء ما جيلين بعيد، سيلينا بتقول لجيو وفيو ان هم يبعدوا ويهربوا بعيد عن هذا المكان، علشان هي هتستخدم هالة قوية ومخيفة في الهجوم اللي جاي، ومش عارفة الاضرار اللي هتسببها هتكون عاملة ازاي. وبعد ما الالف بيتراجعوا، بيقوم جيلين وهو سعيد ان اللامية هتاخد خلاص المعركة بجدية. وسيلينا مش بتضيع وقت وبتبدأ بالفعل الهجوم عليه. بتسقط في الاول مجموعة كبيرة من الصخور فوق جيلين، مش بيتأثر بهذا الهجوم، بس في الاساس اصلا ده كان تمويه للهجوم اللي بعده. بتلقي سيلينا تعويذة وفعلت قوة عيونها الملعونة، وباستخدامها بتقدر تشل حركة جيلين. وبعد كده بتربط الهجوم ده مع هجوم روح الافعى بتاعتها، بس جيلين بيقدر يفك نفسه في اخر لحظة وبيتصدى لهجماتها. وبيحاول جيلين يهرب من هجمات الافعى الملعونة، الافعى اللي استدعتها سيلينا بسبب قوة الكريستالة اللي دولان اداها لها. بيشوف جيلين الافاعي اللي بقت اشبه بالتنين وبيتجمد مكانه من الرعب. في اللحظة اللي كان فاكر ان هو هيهرب فيها، الافعى بتاكله وبتخلص عليه. وبعد ما سيلينا قتلت جيلين، بتقف لوحدها في ساحة المعركة وهي مش مصدقة ان هي انتصرت، وبتقول انا عملتها وانتصرت يا دولان. وبعد موت الفرسان الثلاثة للشياطين وتدمير الابواب الفرعية، بيجتمع كل الجيش وعلى راسهم زعيم الالف والمديرة اوليفيا عند البوابة الرئيسية لعالم الشياطين، وبيلاقوها لسه مفتوحة ودولان مش موجود. بيستنتجوا ان دولان دخل مع جيورج للعالم السفلي. وقتها بيقول زعيم الالف ان احنا لازم نقفل البوابة الرئيسية بسرعة، لان هي اكبر خطر بيهددنا وبيهدد الغابة كلها حاليا، ووجودها معناه تدمير الغابة لو دولان اتهزم. وهنا يا اصدقائي بيحصل انقسام بينهم، نص بيأيد كلام زعيم القبيلة والنص التاني رافض الفكرة تماما، وبيقولوا ان هم لازم يستنوا دولان علشان يخرج. بتقول لهم ديدورا ان دولان اشترك في الحرب دي وراح للعالم السفلي علشان ينقذنا، فلو قفلنا البوابة او دمرناها فده هيكون عار كبير جدا علينا. وهنا بتقاطعهم سيلينا وبتقول ان دولان هو اللي اكيد هينتصر وهو اللي هيخرج من هذه البوابة وليس جيورج. دولان عمره ما هيقبل الهزيمة، وفي الاخر بيستقروا على ان هم يراهنوا بحياتهم على فوز دولان. جوه البوابة بقى في العالم السفلي، جيورج ودولان اخيرا استقروا على مكان المعركة. جيورج متحمس جدا ان هو هيقاتل التنين الاسطوري. بيستغرب دولان من المكان وبيقول لجيورج يعني انا مش شايف اي قلعة ولا اي حاجة. بيقول له جيورج بصراحة انا مش حاكم هذه الارض، انا مجرد
الأمير عند العائلة الملكية. بيقول له دولان حسنا وبيظهر أجنحته وبعض من هيئته التنينية. بينبهر جيورج وبيتحمس وبيقول التنين الحاكم القديم، أنا مش مصدق نفسي، ده واحد من التنانين السبعة المقدسة واقف قدامي، انت التنين اللي كان بيرعب أكبر القوى في العالم. بيسحب جيورج سيوفه وبيستعد لأكبر معركة في حياته، ودولان كان مستعد يحقق له رغبته، بس بيقول رغبتك دي في مواجهتي هتكلفك حياتك كلها. بيقول له جيورج سيوفي هي اللي هتقطعك، وبينقض بأقصى سرعته ناحية دولان. بيتفادى دولان هجومه وكان لسه هيرد له الهجوم، ولكن جيورج بيتراجع في آخر لحظة. جيورج حس بخطر كبير جدا وبيشحن سيوفه وبيهجم بهجمتين ناحية دولان، بس دولان بكل هدوء بيتصدى لهجماته. جيورج بيهجم تاني وبيحاول يدي كل اللي عنده في هذه المعركة، ولكن يا أصدقائي فرق القوة بينهم كبير جدا. دولان بيصد هجماته بكل أريحية وبدأ يضربه ضربات قوية جدا لدرجة ان هو دمر قناع جيورج بالكامل وحدفه بعيد، ولكن جيورج بيقوم ومش بيستسلم بسهولة. رجع وقام علشان يبين لدولان ان هو مستعد يقاتل بكل ما لديه من قوة. بيقول له بص لتقنيات سيوفي اللي قعدت طول عمري اتعلمها. بيستجمع جيورج قوته وبيهجم على دولان بهجوم ساحق اسمه الموت ب4000 جلدة. بيتصدى دولان لهجومه وبيعمل انفجار عظيم بيسقط جيورج. دولان خلاص بدأ يزهق من الموضوع وبدأ يقطع بسيفه في دراعات جيورج وبيطير أطرافه كلها. يخرب بيت الرعب وفرق القوة الكبير جدا. جيورج بيفضل يقاتل لآخر لحظة لحد ما دولان بضربة واحدة منه بيشق جيورج بكل بساطة لنصين. جيورج في آخر لحظاته قبل ما يموت بيقول أنا يشرفني إن أنا أموت منك، نهايتي أفضل مما كنت أتوقع. بيتقبل جورج مصيره والدموع مالية عيونه. ومع موت جورج ونهاية المعركة بينه وبين دولان كان في شخص مركز مع هذه المعركة، ملكة الشياطين اللي كانت قاعدة تتفرج، وزي ما توقعت هي كمان متحمسة تقاتل التنين الأسطوري مرة تانية بعد كل هذه السنين. يا نهار أبيض، شكل كده كان في معركة كبيرة ما بينهم. وعند البوابة الكل كان واقف مستني في ترقب وقلق لحد ما أخيرا دولان هو اللي بيخرج، ده كمان خارج بدون أي إصابات، يعني كأنه راح لرحلة ورجع. سيلينا بتشوفه والفرحة بتبقى هتنط من عينيها، بتجري عليه بسرعة وبتترمي في حضنه وبتقوله إن هي فرحانة إنه هو بخير، وهو كمان بيفرح لما بيلاقي إن سيلينا على قيد الحياة. وبعدها خلاص دولان والإلف بيدمروا البوابة الرئيسية للعالم السفلي، وأخيرا مشكلة الشياطين اتحلت وبيعلن جيو إن النصر من نصيبهم. بعد كده بيروح الكل علشان يحتفلوا في قرية الإلف بهذا الانتصار ويكرموا بطلهم دولان. بيقول دولان لجيو أنا متوقعتش إنكم تقيموا حفلة. جيو بيقول له ده أقل حاجة نعملها لأعز أصدقائنا، وبيقول كمان لدولان إن هو بيتمنى لو يقعد معاهم على طول، بس دولان بيقول له أنا عندي بيت وقرية وأهلي لازم أرجع لهم. بعد كده بتيجي فيو بعد ما أقنعت سيلينا وكريستينا بالعافية إن هم يلبسوا فساتين الإلف الخاصة بالاحتفالات. بينبهر دولان بشكلهم هما الاتنين وبيتغزل في جمالهم كمان. بعد كده بيجي شوية بنات يسحبوا كريستينا بعيد وسيلينا فضلت واقفة لوحدها، ففيو بتقول لدولان يلا قوم اعمل أي حاجة، ما تبقاش قاعد كده عامل نفسك مش واخد بالك. بيقترب دولان من سيلينا وبيسألها لو عاوزة ترقص معاه. سيلينا طبعا بتوافق وهي في قمة السعادة، وأثناء ما هما بيرقصوا مبسوطين وبيقعدوا يتكلموا بتقول له سيلينا أنا طول المعركة كنت حاسة إنك جنبي، كنت حاسة إنك معايا بتساعدني، وده علشان البلورة اللي انت اديتها لي. بيقول لها دولان انا فرحان ان انا قدرت اساعدك. ومع مرور الوقت بينتهي الحفل، وفي اليوم اللي بعده كل الناس طلعوا علشان يودعوا دولان وسيلينا وكريستينا اللي خلاص كانوا جاهزين علشان ينهوا رحلتهم في الغابة. وبنشوف ديدورا بتدي دولان كيس فيه بذور ورودها السوداء، الورود اللي فيها اقوى هجماتها واللي بتتميز بيها اديتها لدولان كهدية علشان يستخدمها. وبتشكر اوليفيا على المساعدة الكبيرة اللي قدمها دولان ليهم، وبتفكروا بعرض انضمامه لأكاديمية السحر اللي لسه ما ردش عليه. بيقول لها دولان ان هو بالفعل بيفكر في الموضوع وهياخد قراره قريب جدا. بيودعوهم وخلاص بيسيبوا قرية الإلف. بينطلق الثلاثة في رحلة العودة، وبعد فترة بيوصلوا للقرية، وسيلينا بتقول ان هي متحمسة ان هي تحكي لكل الناس في القرية ايه اللي هم عملوه. بعدها يا اصدقائي كل واحد بيروح لبيته، ودولان بيفتح باب بيته وفجأة ايد بتخترق صدره. تاني يوم الصبح دولان بيصحى وكأن ما حصلش اي حاجة. يا نهار ابيض ايه اللي حصل، ما حدش فاهم. بيروح يغسل وشه وبعد كده بيروح على ارضه علشان يشوف زرعه، وفجأة سيلينا بتظهر وبتيجي علشان تشوفه. بعد كده بيروح يقعد عند البئر اللي في القرية وبيحكي للاطفال عن التنانين القديمة. بيقول ان كل التنانين اتولدوا من مصدر واحد اللي هو اول تنين، والتنين ده كان موجود من زمن بعيد
شديد جدا. التنين بيحس بالوحدة فبيقرر يحل هذه المشكلة، فبيقطع أجزاء من جسمه، وكل جزء من جسمه بيكون تنين قوي آخر. من الديل بتاعه خرج هيبي روين المدمر، ومن جناحيه فرتارا السريع، ومن عينيه بورمونجاند، ومن أسنانه ألكسندر، ومن أطرافه ليفاسان السرمدي، ومن رأسه خرج باهاموت الحر، ومن قلبه اللي استمر في النبض بعد ما قسم جسمه كله اتولد تنين واحد حكمهم كلهم، وهو دولان نفسه في حياته السابقة يا صديقي، ولكنه بالتأكيد ما قالش هذا الكلام للأطفال. وبعد ما بيخلص هذه الحكاية الأطفال بيروحوا يلعبوا، ودي دورا وفيو كانوا موجودين، ودي حاجة غريبة جدا يا صديقي. والأغرب إن دولان نفسه ما اتكلمش في هذا الموضوع. بتسأل فيو ودي دورا دولان لو دايما بيحكي قصص وحكايات للأطفال عن التنانين، بيقول لهم إن هو أحيانا بيعمل كده علشان يعني الأطفال بتحب تسمع هذا النوع من القصص. بعد كده بيروحوا السوق اللي بقى كبير ومزدهر بفضل سكان الغابة اللي بقوا يجوا ويتاجروا في كل مكان. ده طبعا بعد ما دولان حررهم وخلى الغابة آمنة. بيقعد بعد كده دولان ياكل مع أصدقائه، وبتكلمه سيلينا وبتعرض عليه إن هو ينضم ليها والبلان وباقي الحرس في رحلة جديدة. بيوافق دولان وبالفعل بيروح معاهم. وهم رايحين سيلينا بتقول إن هي حست بوجود دب مدرع قريب منهم، بتتوجه ناحيته. لما بتروح على الكهف بتاعه بتهجم عليه بهجوم الأفعى. بيخرج الدب وبقية الفرسان بيهجموا عليه وبيقتلوه كمان، وكانوا عاوزين يقتلوا ابنه الصغير ولكن دولان بيمنعهم. بيقول لهم ان الدب صغير وغير مؤذي اطلاقا، واحنا خلاص ما بقاش عندنا مشاكل في الغابة والوحوش بتاعتها، يعني الحيوانات دي هترجع لبيوتها اللي في الغابة وهتعيش في سلام. بيصرخ في بلان بشكل غريب وبيقول له انت بتفكر بشكل سطحي وطفولي، وان الوحوش خطر علينا في كل وقت وفي كل مكان، ولازم يخلصوا عليهم كلهم علشان يحموا القرويين. سيلينا بتكلم دولان وبتقول له ان الوحوش التانية مؤذية، مش كلهم زيها هي طيبة ومش بتأذي اي حد. دولان بيتصدم من كلامها لان هي طول الوقت كانت بتعامل وحوش الغابة بحنية كبيرة، فمش فاهم ايه اللي حصل لها. ولما بيرجع دولان للقرية بيلاحظ ان زرعه بقى دبلان، وفجأة بتظهر ايري وبتقول له هو انت ليه بتبص على الزرع؟ بيقول لها بتسألي ليه؟ ما انا دايما ببص على الزرع بتاعي. بترد عليه وبتقول له ان دلوقتي ما بقاش في سبب انك تتفقد هذا الزرع بما انك هتسيب القرية وتمشي. بيندهش دولان من كلامها وبيستغرب مين اللي هيمشي من القرية. بتقول له ايري صحيح انت كنت غايب لفترة طويلة. بتقول له ان مجلس شيوخ القرية قرر ان كل اهل القرية لازم يتركوا القرية ويدوروا على مكان تاني مناسب يسكنوا فيه. بيتصدم دولان من هذا الكلام وبيقول ان ده مش منطقي، وبيجري علشان يشوف الشيوخ اللي قرروا هذا الكلام. بيوصلوا بيلاقوهم في اجتماع وبيسألهم لو ناويين فعلا يسيبوا القرية ويتفرقوا. بيقول له شيخ القرية ان هم خدوا القرار بالفعل والكل اجمع عليه. بيزداد استغراب دولان اكبر وبيقول لهم ان الكلام ده مش منطقي خالص، وفي ناس اكيد مش هتلاقي مكان تاني تسكن فيه. دولان بيغضب وبيقول لهم ازاي هنسيب القرية اللي اتربينا وعشنا فيها بعد كل هذا الزمان؟ لكن شيخ القرية وكبارها قالوا ان خلاص المكان ما بقاش مزدهر وده امر مش هنتقبله اطلاقا. وطبعا دولان في صدمة ومش مصدق عدم المبالاة اللي بيتكلموا بيها، وزينا زيه احنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط. تحس ان دولان الوحيد اللي بيحب القرية ومهتم لامرها دلوقتي. وتاني يوم فعلا دولان بيلاقي عيلة بتترك القرية، معاهم طفلهم بيودعهم دولان وبيتمنى لهم التوفيق. ولما حاول يلمس الطفل امه منعته، وده رد فعل غريب جدا على دولان، لكنه بيعدي الموضوع وبيبتسم لهم وبيودعهم. بيروح دولان لمعلمته علشان يودعها هي كمان، وبياخد منها احدى الكتب كذكرى، وبيعرفها ان هو هيفضل قاعد في القرية. بتسأله ايري عن السبب اللي عشانه هيفضل قاعد في القرية. بيقول لها انا عاوز بس احميها علشان هي عزيزة على قلبي. وفي اخر اليوم عيلته بتودعه علشان هم كمان ماشيين. بيقول لهم دولان ما تقلقوش عليا انا هبقى اجي ازوركم. امه بتودعه وبتقول له ان هي عارفة ان هو شخص بيتحمل المسؤولية وهيكون بخير لوحده. وكلام امه بيصدمه اكتر. ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ بيحزن دولان علشان عيلته هي كمان سابته. بعد كده بتيجي كريستينا وبدأت تسخر منه وبتقول له انه غبي لانه الوحيد اللي قرر يفضل في القرية. بيرجع دولان للقرية وبيلاقي كل البيوت فاضية ما عدا بيت واحد وهو بيت سيلينا. دخل ولقى سيلينا بتحضر له الحساء اللي كان عمل زيه في اول مرة تقابله فيها. سيلينا بتحاول ترفع معنوياته وبتقول له اتمنى الحساء ده يخليك تشعر بتحسن اكتر. بس دولان بيلاحظ ان كل الرفوف اللي في بيت سيلينا فاضية. بيسألها عن السبب، بس قبل ما تجاوب عليه بيسمعوا صوت انفجار جاي من بيت دولان، فبيجروا بسرعة لهناك. ولما بيوصلوا بيكتشف دولان ان بيته بيولع بالكامل، والمفاجأة ان كريستينا هي اللي ولعت فيه. كريستينا بتستقبل دولان بابتسامة شريرة مش طبيعية، وقالت لدولان ان مش الوحيدة اللي ولعت في بيته وان كل القرويين اشتركوا معاها في هذا الامر. دولان مش قادر يستوعب اللي بيحصل قدامه. كريستينا قالت له انت مش عاوز تسيب القرية
علشان عندك منزل فيها، فدلوقتي انا تخلصت منه فخلاص ما بقاش فيه سبب يخليك تقعد في هذه القرية. بيقول لها دولان سواء عندي منزل او ما عنديش انا مش هسيب هذه القرية. بتقول له خلاص احنا هنحرق الارض بالكامل. بيحاول دولان يمنع كريستينا ولكن مفيش فايدة. بيبص على سيلينا علشان تساعده في ايقاف كريستينا، ولكنه بيتفاجئ ان سيلينا هي كمان مجهزة كل حاجتها وهتسيب القرية. دولان مش مصدق وبيقولها بصوت مكسور ازاي احنا مش كنا عملنا كل حاجة علشان تقدري تعيشي معانا هنا. وبيحاول يقنعها ان هي تفضل ويتوسل ليها، لكن كريستينا قالت له كفاية وبطل تكون شخص مثير للشفقة. وبتقول له افهم بقى مفيش حد عاوز يعيش معاك، تمثيلك مزيف جدا والجميع خلاص بقى عارف حقيقتك، ولما كائنات زيك تتدخل في حياة البشر انت عارف النتائج بتكون عاملة ازاي. بيقع دولان على ركبته وهو شايف الكل بيبتعد عنه وخلاص بيرجع وحيد تاني. دولان مش مستوعب اللي بيحصل وبيحس ان هو بيغرق في بحر من الظلام، وبيبتدي يسأل نفسه فين الغلط اللي انا عملته لمدة 16 سنة. كل اللي كنت بعمله واللي عاوزه اني اساعد الناس اللي في القرية واظهر حبي ليهم ولعائلتي. وفجأة بيسمع صوت انثوي بيقول له انه مشاعره كانت من طرف واحد وان البشر ما كانوش بيحبوه حتى وهو بيدافع عنهم. وبعدها دولان بيفتح عينه وبيلاقي نفسه رجع لهيئة التنين العتيق مرة تانية. اكتشف ان هو موجود في البركان اللي كان عايش فيه زمان، وبدأ يتساءل لو ال16 سنة اللي هو عاشهم مع البشر كانوا حقيقيين ولا مجرد حلم فقط. والصوت بيأكد له ان ده كان مجرد حلم وانه لازم يرجع لدوره كحامل البشرية زي زمان. دولان متأثر جدا وبيقول مش معقول، انا كل اللي كنت عاوزه اني اكون بشري فقط. لكن الصوت بيقول له جه الوقت خلاص انك ترجع لحياتك وهويتك الحقيقية. وفجأة دولان بيسمع صوت سيلينا بتتكلم، بتقول انت دولان صوتك شبه وانا حاسة بوجودك، وقالت كمان ان المكان ده شبه الحلم. الصوت اللي بيتكلم بيستغرب وبيقول ازاي سيلينا قدرت توصل لهنا، لكن سيلينا لما قربت من دولان عرفته والمكان اتغير والصوت الانثوي اللي كان بيتكلم فجأة اختفى. دولان بيسألها ازاي وصلت لهنا. بتقوله سيلينا ان هي لما نامت كانت اخر حاجة فكرت فيها هي ان هي تقابله تاني يوم، وعلشان كده هي وصلت لهنا وتقريبا هي دي احلام دولان. دولان بيحس بامل وبيسألها تعرفي ايه عني، فبتأكد له سيلينا ان هي تعرفه كويس جدا، وبدأت تحكي له عن اول مرة تقابله فيها وعن ازاي ساعدها تكسب قبول الناس وعن مغامراتهم سوا وانقاذهم للغابة من الشياطين. بتطلب سيلينا من دولان ان هي تقرب منه اكتر. بيرفعها دولان وسيلينا بتحضنه. بيشكرها دولان ان هي جت علشان تنقذه. بتحس سيلينا فجأة ان هي عاوزة تنام. بيقول لها دولان تستريح وبيوعدها ان هي لما تصحى هتلاقي قدامها. وبعدين لما بتنام سيلينا بتختفي. بعد كده بنسمع الصوت تاني اللي بيقول ان سيلينا دي قلبت الامور هنا رأسا على عقب. بيقول لها دولان بالفعل وانا فخور ان هي صديقتي. بعد كده بتظهر صاحبة الصوت واللي خلته يشوف هذا الحلم المرعب. بتخرج من جدران البركان ودولان على طول بيعرفها. بيقول لها ما كنتش متخيل ان انا هرجع اشوف حاكمة الشياطين ألد اعدائي الكلافي. بيسألها ازاي وصلت لهنا بعد كل هذه السنين. بتقوله ان هي جت من عالم الشياطين لهنا مخصوص علشانه وعلشان تحديدا تقتله. بيقول لها دولان انت وريتيني كابوس في غاية السوء. بترد عليه وهي غاضبة وبتقول له من حق ان انا اعمل كده واكتر كمان لانك سبتني وحيدة زي ما كل التنانين والحكام الاسطوريين ما عملوا وقرروا ينهوا حياتهم الطويلة هم كمان زيك. طب يا ست ايه علاقة دولان بمشاكلك الشخصية؟ بتسأله انت ازاي قدرت تعمل كده؟ بيقول لها دولان عندك حق، انا تخليت عن حياتي كتنين بس بعد ما اتولدت من جديد كإنسان وقابلت ناس كتير وبقى في ناس كتير بيحبوني وبيهمهم امري. وبنشوف دلوقتي وش التنين الاسطوري بيظهر لأول مرة. بيقول لها دولان وانا تنين ما كانش عندي الشجاعة اني اكمل حياتي، اما دلوقتي وانا انسان قررت ان اعيش حياتي للنهاية واستمتع بكل لحظة وتفصيلة في حياتي الجديدة دي ومش هرجع خطوة واحدة للوراء. كلافي بتستهزئ بكلامه وبتقول له انت من امتى كان عندك كل هذه المشاعر؟ للاسف انا مش هسيبك تحقق اللي انت عاوزه برضه، انت ما زلت جوه الحلم بتاعي وانا هنا مفيش مخلوق يقدر يهزمني. وفجأة الارض بتنشق وبتخرج منها حمم بركانية وبتستدعي كلافي تنين قديم واضح ان هو كان عامل مشكلة مع دولان ساعة ما كان دولان تنين، بس دولان ما ادهاش فرصة تكمل كلامها وضربها هي والتنين بهجوم قوي جدا. خلص على التنين في ثواني وبعد كده قال لها الدور عليكي انت يا كلافي. وبيضربها دولان بضربة مش اقوى حاجة ولكنها بتتأثر جامد بتلك الضربة. بتغضب وبتقول لدولان ان اكيد في حاجة غلط، انت ازاي لسه محتفظ بقوتك برغم انك اصبحت
نمط بشري. بيقول لها انا لسه محتفظ بروحي كتنين، ولكني كل ما اعيش حياة جديدة بتبدأ روحي تقل بشكل تدريجي لحد ما هتختفي تماما، وساعتها دي هتكون اخر حياة هعيشها. كلافي ادركت ان هي حتى بقوتها الحالية مش هتقدر تعمل حاجة قدام دولان. بتوعده ان هم هيتقابلوا تاني في يوم من الايام وساعتها هتنتقم منه. بتختفي كلافي وكل حاجة بعدها بتتلاشى، وبيفوق دولان وبيصحى من نومه وبيكتشف ان كل اللي عاشوا من احداث صعبة من اول اليوم اللي صحي فيه ولقى سكان القرية اتغيروا لحد ما قابل كلافي، كل ده كان مجرد كابوس سببه كلافي. ويا سلام، دولان بيلاقي سيلينا مستنياه من ورا شباك بيته، بيسلم عليها وبيسألها سؤال، هو ايه اول حاجة هتعمليها لو قابلتي دب مدرع في الغابة؟ فبترد عليه وبتقول له هستخدم عيوني الملعونة وهأمره يرجع لكهفه مرة تانية، وده لان الغابة هتكون خطر عليه في ذلك الوقت. وبس كده يا سيدي. هنا دولان بقى بيتأكد ان هو رجع للحياة الحقيقية. بعد كده بيروح دولان يقابل كريستينا وبيقول لها انا فكرت في كلام اوليفيا وموافق ان انا انضم لاكاديمية السحر، لاني محتاج افهم اكتر عن السحر وارفع خبرتي في هذه الاشياء علشان اقدر احمي القرية واهتم بيها وبكل السكان. بتفرح كريستينا بقرار دولان وكمان بتشجعه، ومش هي بس، ده هي وكل القرية كمان بيخرجوا يودعوه وهو مسافر للمدينة والكل فرحان علشانه. الا مين بقى يا صديقي؟ ايوه هي سيلينا. سيلينا بتفضل ساكتة ومصدومة ومش مصدقة ان دولان هيبعد عنها وهيسيب القرية وهيسيبها تعيش فيها لوحدها. الموضوع بيأثر عليها جدا وبيخليها تحس بحزن شديد لدرجة ان هو بيبان على ملامحها لما بتخرج في رحلة صيد مع بالان ورجاله، وبسبب عدم تركيزها وتفكيرها الدائم في دولان بتهجم على رجال بالان بالغلط بدل الوحوش. والحزن لحظ ان هي بتاخد بالها في اخر لحظة قبل ما تأذيهم، بتتأسف منهم وبتحس بندم شديد جدا. بيطمنوها الجنود ان هم بخير وبيقولوا لها ان هم مقدرين حالتها جدا وعارفين مدى حزنها بابتعاد دولان عنها. بترجع سيلينا لبيتها وهي في غاية الحزن وبتبدأ تقرا في قصة كانت اخدتها من دولان. بتقرأ سيلينا وهي بتتذكر دولان اللي كان بيعلمها القراءة. بتقول لنفسها هو انا ليه حزينة على مغادرة دولان؟ هو خلاص راح اكاديمية السحر وهيتعلم فنون السحر المختلفة اللي هتساعده وهتساعد كل سكان القرية، بس في نفس الوقت انا كان نفسي اكون معاه، بس انا عارفة ان حياتي هتكون صعبة هناك في المدينة وصعب جدا يتقبلوني، وده هيكون عائق على دولان نفسه ان هو ينجح ويتفوق هناك. انا مش هسمح ان انا اكون عائق في طريق دولان، بس في نفس الوقت بتقول مش هقدر اعيش في القرية دي وهو مش موجود فيها. كلام سيلينا مع نفسها بيخليها تكتشف ان هي كانت بتحب دولان جدا، بس طبعا الوقت فات على ان هي تحكي له بمشاعرها تجاهه. وبتقول دولان هيفضل قاعد هناك سنتين في الاكاديمية. بتقرر ان هي هتسيب القرية وتروح تكمل رحلتها الاساسية في ان هي تدور على زوج مناسب ليها. في نفس الوقت ده دولان بيخلص اختبارات القبول في اكاديمية السحر، وقبل ما النتيجة تطلع بيطلب ان هو يزور القرية علشان موضوع مهم جدا. وفعلا تاني يوم بيرجع للقرية، واول حاجة بيعملها لما بيرجع للقرية هو ان هو بيجري بسرعة على بيت سيلينا. واول ما بيوصل بيفتح الباب وبيلاقي البيت فاضي. بيلاقي رسالتين سيلينا كانت سايباهم، واحدة ليه والتانية لاهالي القرية. بيفتح دولان الرسالة اللي مكتوب عليها اسمه وبيقرأها. بيلاقي سيلينا بتقول له فيه انا اسفة ان انا مشيت من القرية من غير ما اعرفك وبشكل مفاجئ، بس انا ما قدرتش اعرفك ولا اعرف اهل القرية لان الموضوع صعب جدا عليا. شكرا ليكم على كل شيء وعلى كل الايام الجميلة اللي عشتها معاكم وعلى الاوقات الممتعة اللي قضيناها سوا انا وانت وكريستينا، ولكن بما انك رحلت عن القرية فانا مش هقدر اقعد فيها وانت مش موجود يا دولان. لازم اكمل رحلتي وبتمنى لك كل التوفيق. لما دولان بيخلص الرسالة بيجري بسرعة من غير ما يفكر ناحية الغابة علشان يلحق سيلينا، لدرجة ان هو بيتحول لهيئة التنين علشان يطير ويلاقيها في اسرع وقت ممكن. في نفس الوقت سيلينا بتكون نايمة في الغابة بعد ما تعبت من المسافة اللي مشيتها. بتحس سيلينا ان في شيء بيطير من فوقيها فبتتفزع وبتقوم تستخبى بسرعة. بتقول هل ده شيطان ولا تنين زي اللي دولان كان بيحكي عنهم؟ وقبل ما تخلص تفكير بتلاقي دولان قدامها وبينادي عليها، فهي بتتفزع وبتصوت بأعلى صوتها. بياخدها دولان وبيمشوا سوا في الغابة. بيوصلوا للبحيرة اللي اتقابلوا عندها أول مرة. بتفرح سيلينا لما بتلاقي دولان لسه فاكر أول ذكرى بينهم. بتقعد تفكر تحت ضوء القمر في الذكريات الكتيرة اللي عملوها مع بعض سوا، وبتقول له أنا بشكر الصدفة اللي عرفتني عليك. بيقول لها دولان أنا آسف إن أنا خدت قرار الرحيل من غير ما أكلمك ولا أناقشه معاكي، لكني بعد ما خلصت اختبار القبول رجعت فورا علشان أعرض عليكي تيجي تعيشي معايا في المدينة، وده بعد ما أخدت الإذن من الأكاديمية وقالوا لي إن هو عادي الطلاب يجي يعيش معاهم أصدقائهم، حتى لو كان الأصدقاء دول أشباه بشر أو حتى كانوا وحوش، وطبعا اللي
هم منهم الا 100. ساعتها بتتصدم سيلينا من العرض بتاع دولان، مش بتبقى مصدقه ان حلمها هيتحقق وهتروح تعيش مع دولان في المدينه. بس المفاجاه ان هي بتقول له مش هينفع، انا عارفه ان حياتي هتكون صعبه هناك ومحدش هيتقبلني زي ما حصل اخر مره كنا فيها في المدينه، وده بالتاكيد هيسبب لك مشاكل كتير ومش هتعرف تكون اي صداقات. انا لو رحت هناك كل اللي هعمله ان انا هصعب حياتك يا دولان. بيفاجئها دولان لما بيقول لها انا مش مهم عندي كل هذا الكلام، مش مهم عندي الناس ولا مهم عندي ان انا اكون صداقات ولا ان حياتي تكون سهله. بس سيلينا من كتر حبها لدولان مش عايزه تسبب له اي مشاكل، بتحاول تبعد عنه ولكنها بتقع في البحيره وبينط وراها علشان يطلعها. بيقول لها انا مش هقدر اكمل في اي مكان من غيرك. وسيلينا في حاله ذهول من كلامه ومش مصدقه الوضع اللي هم فيه اساسا، بتعيط وبتقول له انا عاوزه افضل معاك دايما. بيرجعوا للقريه والكل بيتجمع علشان يودعوهم، ودولان بيبقى زعلان لان القريه واهلها هيوحشوه جدا، ولكنه في نفس الوقت مبسوط لان سيلينا معاه. وبيرجع دولان وسيلينا وكريستينا للاكاديميه علشان يبداوا رحله جديده. دولان رايح لاكاديميه السحر علشان يبدا يتعلم المزيد عن السحر بتاع البشر، عايز يعيش كبشري ويتخلص من حياه التنين. ولكن هل حياه التنين هتتخلص منه؟ الموسم الاول من قصه دولان بينتهي لحد هنا، في انتظار الموسم الثاني ان شاء الله اللي هنكمل في هذه القصه الجميله. لو كملت لحد هنا فانا احب اشكرك يا صديقي شكر كبير جدا. اشوفك في القصص اللي جايه وسلام.